يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. سبيس جديد سريع، نأمل ان هو يكون لطيف وخفيف، آه ومرتبط مناسبة غريبة شوية. الحقيقة انا استغربت كمان لما قريتها. طبيعة العمل الصحفي بتخليك شوية، يعني كل يوم كده حتى لو انت في يوم اجازة بتدور بتشوف ايه هو اليوم ده، فيه ايه اليوم ده، حصل فيه ايه اليوم ده، ذكرى ليه. ف لما دورت لقيت ان النهارده اليوم العالمي للاسئله الغبيه، في يوم عالمي الناس قرروا ان هم يسموه كده، مش الناس في مصر، الناس بره يعني. اليوم العالمي للاسئله الغبيه، تقليد او يوم وتاريخ تم تحديده في امريكا، وبعد كده انتشر بقى في كل دول العالم، في معظم دول العالم يعني. بتطلب بقى مع الناس ايه؟ كل ما تشوف حد تروح تساله سؤال غبي في اليوم ده، بيحتفلوا بيه كده يعني. تشوف واحد قدامك تروح مديله سؤال غبي، مبصيله كده سؤال غبي، ينقطه او يجلطه يعني، ايهما اقرب. فقلت لا، طب ما احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده، وبعدين معلش احنا عايشين يعني وسط كم من الناس بيرصوا قدامنا اسئله غبيه تشيب. طب ما نتكلم في ده. اكيد حضرتك او حضرتك او انت او انتي سالتوا قبل كده اسئله غبيه، واكيد حد سالكم اسئله غبيه، يا كده يا كده يعني. اكيد انت ما طلعتش من الاثنين يعني، اكيد كنت كده او كده. فتعالوا نتكلم، تعالوا نشوف السبيس اللطيف ده ايه ممكن يكون اتقال، وتكلمونا عن تجاربكم في سؤال غبي سألته او سؤال غبي حد سأله لك. عايز احكي عن حاجتين بسرعة. في مرة في واحد زميلنا، كنا اتنين اصحاب يعني، واخدين واحد زميلنا رجليه اتكسرت و... 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 ومسندينه يعني. رجليه اتكسرت، احنا عرفنا على طول، احنا بنلعب كورة ده رجله اتكسرت يعني، واحنا شايلينه وطلعنا بيه على عيادة دكتور كان قريب مننا يعني وقتها في اسكندريه. فشايلينه وداخلين بيه على عياده الدكتور، والدكتور واحنا يعني احنا شايلين محمد ده في النص، انا شايله من الجنب اليمين وكريم شايله من الجنب الشمال. فدخلنا على الدكتور، فالدكتور بص كده، مين فيكم اللي تعبان؟ بيسال بجد يعني. وطبعا ده بيفرفر يعني الراجل في النص بيفرفر وباين يعني واحد احنا شايلينه، فاكيد هو اللي تعبان. فالدكتور بيسال باهتمام حقيقي، مش بيسال بيستعبط يعني، مين فيكم اللي تعبان؟ فراح كريم رد فظيع يعني، قال له لا، طالع ورانا يا دكتور، لسه ما جاش، طالع ورانا. فده سؤال غبي مثلا، سؤال غبي تفهمش ايه الهدف منه يعني. فكان رد كريم عليه رد بصراحه برضه قعدنا نضحك يعني، حتى الراجل المكسور والله قعد يضحك، والدكتور مستغرب وشايفنا اولاد ذوق او شايفنا اولاد ادب يعني. في اسئله غبيه كتير جدا 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 بتتسال. برضه ما انساش برضه في مره، آه، كنت زمان، بس الكلام ده ايام الشقاوه يعني، ايام الواحد كان في الكليه زمان قوي. كان في موقف كده، كنت في واحده بنت انا كنت بحبها من حب من طرف واحد، وكان في واحد صاحبي اسمه حسام كنت سحله معايا دايما في المشاوير دي. ف... فالبنت عزلت، هي واهلها، هي واسرتها يعني، وانا ما اعرفش البيت الجديد. واخدت الموضوع تحدي، عايز اعرف البيت الجديد. فطبعا هتلف في المحافظه كلها عشان تعرف البيت الجديد؟ لا، كنا في اولى كليه يمكن ساعتها ولا حاجه. ف ولا في ثالثه سنه والله ما فاكر. فحسام صاحبي قال لي طب ما في فكره حلوه، احنا بندور غلط، طب ما تعالى نروح المدرسه بتاعتهم، المدرسه اللي هي فيها، ونراقبها وهي طالعه من المدرسه، فبالتالي هي هتروح بيتها، فكده بقى عرفنا البيت، بدل ما نلف في المحافظه. لان انا فعلا كنت خدت كده قرار مجنون ان انا بلف على المحافظه، انا عارف رقم العربيه بتاعتهم، فبلف في الشوارع بالليل عشان ابص على العربيه راكنه تحت انهي عماره. فطبعا ده جنان يعني، بس عشان المحافظه كانت صغيره، فكان يبدو الموضوع كان يبدو سهل بالنسبه لي وقتها يعني. فالمهم وقفنا قدام باب المدرسه، وفعلا جت والدتها خدتها بالعربيه بتاعتهم وانطلقوا. بس انا لما ما عملتش حساب انا وحسام، طب احنا هنمشي وراها ازاي يعني؟ احنا هنجري ورا العربيه ولا هنعمل ايه يعني؟ كان اللي قروا كتاب اخر ايام نوفمبر انا كنت كاتب فيه القصه دي بتفاصيلها بكل مراحلها يعني. فالمهم وقفنا سواق تاكس يعني، احنا موقفين تاكس. فركبنا، فاول ما ركبنا فحسام بيسال السواق بيقول له حضرتك تاكس بعد ما ركبنا؟ راجل عجوز كده راح بص له، قال له لا، طياره. قال له طب معلش، اطلع ورا العربيه دي بسرعه. الراجل ايه،
ده عيال مجانين وبتاع. فراح بص لنا كده، راح بطل العربيه، والله العظيم بطل العربيه، راح باصص لنا كده، اطلع فين يالا؟ قال له اطلع من العربيه دي بسرعه. راح والله العظيم كان عامل كده زي عصايه او حاجه خشبه صغيره كده، يلا يا شواذ يا اولاد كذا كذا كذا، وقعد يشتم. فاكر شتيمه والله. راح طردنا، فاكرين نفسكم بتصوروا فيلم، وراح طردنا من العربيه وجري ورانا وبتاع. فهو اللي خلاه يشك فينا اصلا هي الجمله الغبيه بتاعت حسام، يعني هو انت تاكس؟ يعني انت راكب ايه يعني؟ طبعا وقتها ما كانش فيه اوبر ولا حاجه. فدي حاجه من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش برضه، اللي فيها اسئله غبيه يعني. فبس، فالنهارده في اليوم العالمي للاسئله الغبيه اللي ودتك في داهيه او كانت هتودي غيرك معاك في داهيه، قول لنا ايه اغبى سؤال سالته او اغبى سؤال حد ساله لك. هنبتدي ناخد المداخلات بتاعتكم، ونحاول نكسب وقت عشان النهارده سبيس سريع وخفيف، ونأمل ان هو يكون لطيف. ديانا، مساء الخير. مساء النور. سامعني كويس ولا ايه الدنيا؟ اكيد طيب. مساء النور. تمام. هو انا هقول موقف يعني هو بيحصل لي على طول. انا دلوقتي عندي 21 سنة من ما بدأت اتكلم، وهو الموقف ده بيحصل لي، والسؤال الغبي ده بيتسأل لي كل شوية. بس الموضوع زاد اكتر لما بدأت مثلا لما اتحجبت عموما يعني. هو انا مسلمة وبلبس حجاب، وكنت في معهد، كنت في ازهر وانا في ابتدائي وفضلت طبعا محجبه لحد دلوقتي، ولما دخلت اعدادي وكده. وانا في ازهر الشيخ اللي كان بيسمع لي قران قرأ اسمي وبيقول لي انا عايزه اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي هو انت مسلمه ولا مسيحيه؟ فانا انا عملت لك كده اللي هو انا بسمع لك قرآن دلوقتي، انا يعني انا في معهد في معهد ازهر وبسمع لك قرآن، انا مش فاهمه مش مستوعبه. قلت يمكن ايه خانوا التعبير وبتاع. فهو يعني استغربت كده، فقال لي انا بتكلم بجد والله، انت مسلمه ولا مسيحيه؟ فانا سكت بجد، ما قدرتش ارد عليه، كنت طفله يعني بس ما قدرتش ارد عليه. الموضوع بيتكرر تاني وانا في اعدادي وانا في جامعه، وناس اللي بتشوفني وبتشوفني بالحجاب، يعني هي مش ناس بتسمع اسمي بس، ناس بتشوفني بالحجاب وتيجي تقولي احنا والله كنا فاكرينك مسيحيه لحد ما اتكلمنا معاكي. طب انا مش فاهمه، يعني انا مش فاهمه بجد. مش مستوعبه يعني اعمل ايه بجد. تجاوبيهم. الموضوع ده هو مش سؤال غبي، هو مش اليوم العالمي للسؤال الغبي، هو العمر يعني عمري كله بتسأل نفس السؤال الغبي ده. فيعني العيب مش يعني، بصي، هو المنطق يقول ان العيب فيكي انت اكيد، بس لا، بس هو كده فعلا العيب فيهم هم. ايوه. كان في اشاعه طالعه على الفنان الجميل محمد صبحي زمان قوي قوي يعني، ان هو يعني اشاعه ما اعرفش مين اللي الفها، يعني حتى اشاعه متالفه باتقان يعني، ان محمد صبحي اصلا الفنان الجميل، طبعا كلنا اخوات مسلمين ومسيحيين في مصر، اكيد مصر ما فيهاش اكيد. حكايه الفوارق دي. فكان بيتقال ان هو لا، هو مش مسلم، هو مسيحي، ولكن لان والدته كان بيموت لها اولاد كتير واطفال كتير، قررت ان هي تسميه محمد. والاشاعه دي لان هو اسمه محمد صبحي صبح، محمد محمود صبحي حاجه كده يعني، ففي صبح في الاخر. ايوه. هي برضو الفكره، المشكله عندي نفس الموضوع، لان انا ديانه هاني. لا هي لايقه، هي متركبه يعني بالملي. بالظبط. لا، حاجه تانية غير كده كمان، محمد صبحي راح في مره الحج، ودي حاجه من الحاجات الغريبه جدا، كان في الحج، يعني هو في الحج في الحرم قدام الكعبه، فواحد راح شاف واحد مصري لطيف كده بيقول له استاذ محمد انا بحبك جدا، صح الكلام اللي بيتقال ده؟ استاذ محمد قال له كلام ايه؟ ان انت حضرتك مسيحي مش مسلم، طب ما انت في الحج اهو معانا، امال ايه الحكايه بجد؟ لا انا مسيحي طبعا، مش ايه ده انا ممكن مسلم. والله. في حاجات كده غبيه بصراحه، حاجات ما بتستاهل، لا تستحق الرد، يعني من الاخر يا تامر لا تستحق الرد. تمام يا ديان، شكرا ليك. وديان هاني كانت معانا وقفلت برضه قبل ما اعرف هي مسلمه ولا مسيحيه. ماشي. شكرا يا ديان. رناء افتح المايك. رناء. طب رنا، لا
هي رنا عادي. رنا انا فعلا انا تمام ماشي. يا رنا، لا احنا برضو واضح ان هي عندها مشكله. ماشي طيب اي اتفضلي. هو الموقف اني كنت مرة بمتحن فاينل وداخلة المادة مش مذاكرة اي حاجة خالص، وجنبي واحد زميلي فقلت له يعني مذاكرتي على مذاكرتك ونعدي المادة. فلسه بقول له بسم الله، اول سؤال لقيت الدكتور جاية، ايه انتوا بتعملوا ايه؟ قلت لها بنقول دعاء المذاكرة. ايه ده بجد انتوا بتذاكروا في الامتحان؟ قلت لها ايوه. بس يعني كان سؤال غبي قوي منها. صح، كانت المفروض تطردكم على طول، تستناش بالظبط. جايه وخلاص بقى بتساله انت بجد بتقول دعاء المذاكره في الامتحان وخلاص، يعني صدقت نفسها. تمام يا رنا، شكرا ليك. شكرا. طيب احمد محمود. احمد محمود، مساء الخير يا تامر. مساء النور. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. بالنسبه للسؤال الغبي وبالنسبه للمسيحيه، انا واحد صاحبي اسمه بطرس، فهو كان شماس وبقى قسيس. فجيت لما روحت اجازه جه سلم عليا وابنه قعدنا نتمشى في الشارع بره. فهو الاسم الكهنوتي الجديد بتاعه كان اسمه عجيب. انا طبعا مؤلف ان انا اقول له بطرس. فماشي في الشارع معاه فبقول له بص يعني صدفه كده احنا بنتكلم ما فيش اي مشاكل، فبقول له العصر اذن ولا لسه؟ فبقول له العصر اذن ولسه يا بطرس. قال اول حاجه انا قلت لك ما اسميش بطرس، انا اسمي عجيب. ثم انا ما سمعتوش ليه؟ قال لي ما اعرفش، يمكن انت كنت نايم، مش انا رنيت عليك من شويه وما ردتش عليه قلت له كنت نايم. وماشيين لافين في وسط البلد، ففي المسجد الكبير راح مأذن. يقول لي يا عم العصر اذن، من العصر بيأذن، امال انت بتقول اذن ليه؟ ايه يا بطرس؟ قال قلت لك ما اسميش بطرس اسمه عجيب. رحت انا قلت صح، ده انت بطرس، ده انت مسيحي. قال والله انت لسه فاكر ان انا مسيحي؟ والله نفس الفرجيه بتاعتهم السوق. ايوه انت بتساله يعني وانت في الشارع يعني وانت ماشي معايا نفس الفرجيه كبوس، وانا ما واخدش بالي والله. انا نسيت خالص ان هو اساسا مسيحي ولا قسيس ولا اي حاجه خالص. انا بساله عادي بقول العصر اذن ولا لا؟ قال لي العصر صليناه. فكان موقف انا نزلت حضرتك على المسلمين فافتكرت الموقف على طول. احيانا الانسان بيبقى ماشي متوه اساسا. ده ما فيهوش غباء، ده في ان احنا عندي واحد ثاني ده جمال مصر الحقيقي يعني. انت والله لا، هو صاحبه وكان معايا برضه في اثار، فصاحب من زمان يعني، احنا اصحاب لغايه دلوقتي. حتى من بعد ما تكهن وبقى قسيس لغايه دلوقتي بيجي لي البيت يسلم عليا ويتواصل معايا ويمشي معايا في كل مكان. ربنا يديم عليكم كده المحبه انت وكل اصحابك. امين يا رب. كل الناس تتعلم على المحبه، دي نعمه من ربنا المحبه دي والله. بالظبط ربنا يديم علينا. شكرا لحضرتك والله، شكرا خالص. طيب ايناس. مساء الخير. نور. ايه الدنيا؟ ناس. ايوه، هو النت عندي من عندكم ولا وحش ولا من عندي ولا مني؟ لا من عندك. وانا مش هحسب السؤال ده من الاسئله اللي انا بسالها، انا هنعتبر ان هو سؤال عادي. مش محتاجه اتكلم بعد كده خلاص. انا بدات اشك ان الناس بتجرب فينا. بالظبط، الناس بيجربوا فعلا. خلاص باين على وشي الغباء. لا العفو، يلا اتفضلي قولي لنا بقى. بهزر والله، احنا اسفين. لا عادي، كلنا عيله واحده هنا، مفيش حد يتاسف. لا السؤال بقى. مره شفت 2 اخوات شبه بعض قوي، فكنا في قاعده كده وبعدين سالتهم هو انتوا صحاب؟ فقالوا لي اشمعنى؟ قلت لهم عشان انتوا شبه بعض قوي.
فقالوا لي المفروض ان احنا شبه بعض قوي، ان احنا اخوات مش صحاب. قلت لا، هم الصحاب لما يمشوا مع بعض بيبقوا شبه بعض قوي. انتوا مش اخوات، انتوا ما تعرفوش، انتوا انا عارف اكتر منكم. كلهم بصوا لي محدش رد عليا، فحسيت ان انا غبيه. وكويس ان هم ما ردوش يا ناس، عشان هو ردهم كان هيبقى مش لطيف يعني. فالحمد لله ان هم ما ردوش. بان على وشهم، بان على الاكشن بتاع وشهم. طب حد انا بقى بقى سألك سؤال غبي؟ كنت لسه هقول، من حوالي 3 سنين كانت مامتي توفت يعني. فكان في واحده زميلتي كانت عازماني على فرح عندها، فانا ما روحتش، كان في نفس وقت وفاه مامتي وكده. وبعدين فجابت هتبني بحرقه كده او بحراره يعني، اللي هو انت ليه ما تجيش؟ فقلت لها معلش والله كانت وفاه مامتي ومش عارف ايه. قالت لي ايوه برضو مش فاهم ايه مبررك، ليه ما جيتيش؟ ما قدرتش ارد عليها بصراحه، حسيت ضغط عالي عليا. لا انت بتضمي كده كف ايدك وتعملي كده قبضه، وبالقبضه كده دي على طول الخد من عند الدقن كده من تحت بنيه حلوه يعني خلصت البشريه كلها منها. ده الرد، ده الرد الانسب يعني. ماشي، شكرا. شكرا يا ايناس. موضوع اللي انتم مش اصحاب واخوات والكلام ده بيفكرني بحاجه في مره زمان، بس الكلام ده كان في 2008 2007 يمكن 2007 تقريبا. كنت رحت حضرت تصوير فيلم كابتن هيما بتاع تامر حسني في مستشفى العجوزه في العجوزه. كنت بعمل تغطيه صحفيه يعني، ممكن كنت قاعد مع تامر بعمل معاه الحوار. فبعد ما كنا عاملين نضحك وبتاع، فبعد ما واحنا قاعدين فدخل حد يعني، حد معروف يعني مش هينفع اقول اسمه. فدخل بس ما كانش في وضعه الطبيعي يعني. فدخل فتامر بيقول له تامر صحفي مش عارف ايه، فراح تامر بيتكلم بجد مش بيهزر يعني. الراجل اللي دخل ده بيقول انتوا اخوات؟ عشان تامر وتامر يعني ايه ده؟ تامر وتامر اخوات؟ بيتكلم بجد، بيسال بجد، اخوك يا تامر ده بجد؟ فتامر قال له اخويا ايه يا عم، انت عبيط ولا ايه؟ بيتكلم بشكل يعني يستنكر كده. التاني بيتكلم بجد قوي، قال لا والله اصل يعني لا يعني في كده، حسيت كان في سنه شبه. قال له شبه ايه وبتاع؟ انت شارب حاجه ولا انت في وعيك ولا ايه؟ دي حاجه برضه من الحاجات طيب كريم، مساء الفل عليكم. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ من زمان ما قلناش مساء الفل، على طول بنقول صباح الخير. انت اللي تدخل متاخر. ازيكم اولا. ثانيا كل سنه وانت طيب يا تامر، جاي لك متاخر حبتين. ثالثا الاستاذ احمد مجدي الف سلام عليك، كان خالع ضرس العقل وكان واخد بنيه في بقه، فكان الدنيا مش مظبطه معاه بقاله كام يوم. فدي اول كام حاجه كده بخصوص بقى. بس البنيه كان يعني ده تشبيه بليغ يعني، انما البنيه مش مرتبطه. مش بنيه وبعدين خلعت ضرس، ده احساسي ايوه عشان بس ايه يعني، لو حد مش متابع. لا الف سلام، ما تكونيش بلطجي. لا 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 الف سلام. الله يسلمك يا كريم، ربنا يخليك الله كريم، تسلم. بخصوص بقى الموقف، يعني الاسئله الغبيه او المواقف الغبيه. انا كنت في مره في الشغل مع والدي الله يرحمه، هو شغال كان رئيس قسم حسابات في مستشفى معينه يعني. فانا كنت قاعد معاه، ففي باين حاجه زي التذكره او الحسابات بتاعت مريض فيها حاجه غلط. ففي موظف قال له ده مات يا استاذ اشرف، المريض ده مات. قال له يعني ايه مات؟ انا عايز اسال ايه اللي في الورقه حصل، او ايه الحسابات دي غلط ليه؟ ما قال له يا استاذ اشرف ما هو مات. ففي موظف تاني قال له ما هو توفى يا استاذ اشرف. قال له بجد يعني هو مات وتوفى دي حاجه عادي، ممكن نقول حاجه تانية اللي هو ضاي. انا مالي بان هو مات او توفى او ضاي، انا عايز افهم الغلط ده جه منين. انا طبعا كنت قاعد وسطهم برضه فرق السن، انا كنت فاهم اللي هو صباح الفل يا جماعه، ايه الضحك اللي انتوا بتعملوه ده؟ ورحت سايب لهم مكتب ورحت طالع بره. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا يعني واحد بيقول لكم في غلطات في حسابات، بتقول اللي هو مات. انا مالي بيه هو مات ولا توفى او هو ضاي؟ ما انا ماليش دعوه انا باللغات، انا عارف اللي هو مات. انا ايه الغلط اللي عندكم ده؟ لا يا بص، في ناس كده فعلا الشغل عندهم يعني مش وخلي بالك ما في ناس برضو بتستخدم ده في ان هم يزوغوا، يعني هم يزوغوا ماشي بس يعني هو يعني دايما يعني بالحكم اللي انا كنت بشوفه هو او اي حاجه يعني اي غلط حتى لو حصل، سواء شخص توفى سواء شخص حي او اي حاجه، مالناش دعوه بالكلام ده. انا عايز اشوف الغلط ده، انا ما ينفعش حاجه انا امضي عليها او انا تطلع من مكتبي وتبقى غلط. ماليش دعوه بحالته هو ايه، ده حاجه احنا هنتحاسب عليها، مش عشان هو واحد خلاص ما عادش موجود او هو واحد مثلا مشي خلاص من 3 4 سنين فاحنا نقعد نلعب في الحسابات.
فدي حاجة على قد ما هي مضحكة، على قد اللي أنا اتعلمتها من بابايا. أنا برضه محاسب برضه، اتعلمتها منه. لأ، أنا لازم الورقة اللي هي تخرج من تحت إيدي لازم أكون باصص عليها مرة واتنين وتلاتة، وحد قبل مني مراجع وحد بعد مني مراجع، علشان احتمالات الخطأ تنزل للآخر خالص. هنا مش يبقى السؤال هو اللي فيه مشكله، هنا اجابتهم هم اللي كان فيها بالظبط مشكله. بالظبط. لا يعني نخليها يعني، ده الموقف الوحيد اللي جه في دماغي كده. تمام يا كريم، شكرا ليك يا كريم. شكرا ليك. مساء الخير. طيب عفيفي. عفيفي افتح المايك. عفيفي محمد او محمد عفيفي. طيب واضح في عفيفي في مشكله. رشا. مساء الخير. مساء النور. انا طبعا اول مره اشترك في السبيس، بس حسيت انه يعني كنت مستنيه سؤال تاني، بس قعدت افكر كتير جدا ايه ممكن هو اكتر سؤال يكون غبي سالته او اتسال لي. بصوا انا اصلا سودانيه، تمام؟ تمام. وعامه اي حد اسمر في مصر هو بيتقال له هو انت مصري، حتى لو هو مصري، يعني لو هو نوبي من اسوان او اي حاجه هو انت مصري. ف... فطبعا بما ان انا سودانيه وبتسال بقى هو انت مصريه، فبقول لا مش مصريه. امال انت منين؟ انا سودانيه. سودانيه؟ الله. طب ايه عندكم فيال بتمشي في الشارع؟ طب انتوا عندكم صوت؟ طب انتوا بترقصوا ازاي؟ رقصكم حلو قوي، انتوا ناس طيبين جدا. طب انتوا عندكم في فيال؟ طب هو انتوا فعلا لحد دلوقتي واصلين لمواصلات جمال؟ فطبعا بتبقى دي الاسئله اللي دايما بتسالها كسودانيه عايشه في مصر، بتكلم مصري جدا. بس بمجرد ما الناس تعرف ان انا سودانيه، فاكيد السودان دي بلد بيمشي فيها الجمال لحد دلوقتي، واكيد معرفش دي طبعا قله ثقافه ولا غباء، بس انا بعتبره انه ده يعني شكل من اشكال الغباء بصراحه. طب انت بقى ما سالتيش قبل كده حد سؤال وبعد كده حسيتي ايه السؤال الغبي اللي انا سالته ده؟ والله لا انا ذكيه جدا، ما افتكرش ان اسئله سالتها غير اسئله غباء. ماشي. شكرا يا رشا، شكرا. لا. عفاف. ايوه انا عامه كنت جيت من سنه وشويه، كان حصل لي حادثه وقعت من الدور الثالث وكده. فانا اخدت فترتي في المستشفى وقعدت فتره جامده يعني، فجيت بقى البيت وكده واصحابي بداوا يجيلوا زيارات. ففي سؤال اتصنفه من اسئله الغباء، واحده جت تقول لي هو انت بتنتحري ليه؟ يعني انتحرت ليه؟ مش تقول لي الف سلامه او اي حاجه، لا هي جت تقول لي هو انت انتحرت ليه؟ فما عرفتش ارد عليها بصراحه، قلت لها هو يعني مين اللي قال لكم انا انتحرت اساسا؟ رغم ان هي كانت حادثه صدفه وانا كنت معاها يومها معاها في الجامعه وكده. وجيت اخر اليوم خلاص هي روحت وانا دخلت بيتي وكده، فوقعت صدفه، جت وقعت يعني بعيدا عن الجوانب التانية. فانا لقيتها جايه زياره بعد ما جيت من المستشفى وكده بتقول لي السؤال ده. بس ده السؤال هي اعتبرت هي صنفت الموضوع ان هو انتحار وصدقته يعني. وجاي تسألني يعني مثلا ماشي لو عايز تسأل سؤال زي ده خليه في زيارة تانية، خليه لما أقوم بالسلامة، خليه مثلا لما أكتشف إيه اللي بيتقال بره عني. أما في أول زيارة ليا مجرد ما دخلت قعدت هو أنت انتحرت ليه؟ وبقى مش تعبيرات وشها متضايقة أو كده، لأ فضول بقى إن هي عايزة تحشر مناخيرها تعرف الموضوع في إيه. بس فصنفت إن هو سؤال غبي جاي في توقيت مش توقيته خالص. يعني أنت بتقولي إيه يا بنتي؟ طب انت نفسك قبل كده سالتي بقى السؤال غبي؟ او بعد كده حسيتي ان هو كان غبي؟ السؤال ده؟ لا انت نفسك بعد انت عموما بعد كده سالتي حد او في حياتك يعني سالتي انت نفسك حد سؤال غبي؟ سالتي غيرك سؤال غبي؟ نعم؟ لا انا دايما بسال اسئله غبيه يعني ملهاش منطق. ادينا سؤال منهم كده، سؤال كان غريب اللي قدامك قال لك ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش على بالي بجد، بس اسئلته دايما مع اصحابي يعني هو ممكن يبقوا بيتكلموا في موضوع في نطاق مهم قوي وفي دايره حاجه كده، انا اسيب خالص الموضوع وامسك طرف كده بعيد اقول لهم طب وليه مش عارفه ايه. طب انت سبت المشكله ورحتي هناك ليه؟ اما مش على بالي بامانه عشان مبقاش كدابه، بس انا دايما معروفه متصنفه في وسط شلتي ان انا بسال اسئله مش في مكانها خالص، واسئله مش وقتها خالص، واسئله غبيه. تمام يا عفاف، شكرا ليك يا عفاف، شكرا. طيب حامد حمدي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ تامر، انا مبسوط جدا ان انا بتكلم معاك. انا من الناس اللي متابعاك من زمان جدا على الفيسبوك، من زمان قوي، وكان نفسي اتكلم معاك من زمان قوي حقيقي. تسلم على يعني راسي. كنت ولما لا بجد والله، يعني انا عايز اقول لك، انا كنت بعت لك زمان، الكلام ده كان تقريبا في 2018، رسالة على الفيسبوك، وكنت نفسي قوي ان انت تقراها. وكنت لان انا كنت بحب طريقتك في الكتابه، وكنت بحب سردك، وكنت بحب لان انا كنت بحب الكتابه اصلا. فانا دلوقتي مبسوط قوي ان انا بتكلم معاك حقيقي يعني. ربنا يخليك، وانا اتشرفت. فالف شكر للاستاذ احمد ان هو خلاني ادخل واتكلم مع حضرتك. تسلم، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يخليك. هو انا كان نفسي بس اتكلم معاك في حاجه بعيده خالص عن السبيس، بس وده يعتبر غباء، ويمكن في عمق الموضوع برضه ان انا اكون عكس عكاس. بس انا كنت بعت لك قبل كده مسج عن محافظة الفيوم. انا كنت بشوف حضرتك كنت بتكتب عن حاجات كتير قوي، وان انت كنت بتدي توعية للناس بطريقة كبيرة جدا، يعني كنت سبب في ان الناس كتير قوي طريقة تفكيرها تتغير، او تخلي مسار تفكيرها يروح لمسار تاني صح في حياتها، او في نظام حياتها عموما. وحضرتك برضو من خلال كتاباتك تقدر توصل الكتابات بتاعتك ديت لناس كتير جدا، يصعب على حد زيي او على اي حد تاني ان هو يوصلها. فكان في كنت انا زمان، معلش اصل انا بمشي وصدري وجعني بس. ولا يهمك. زمان يا استاذ تامر، وانا في الجامعه، انا اصلا بكالوريوس سياحه وفنادق، فدايما كنت بدرس الاثار وبدرس الحاجات التاريخيه اللي في مصر. فمره طلب مني ان انا اعمل بحث ميداني عن محافظه او عن مكان كان سياحي زمان، وبعد كده الناس ما بقتش تروح علشان ما بقاش سياحي. وهو ما بقاش سياحي ليه؟ وايه الحاجات اللي ممكن نخليها او نعملها علشان المكان ينتعش من جديد ويبقى فيه سياحة؟ فانا اخترت ان انا اعمل كده عن محافظة الفيوم. انا اصلا من الفيوم، ولما عملت البحث ده وقدمته، الدكتورة كانت منبهرة جدا بيا وبطريقة شرحي، من الحاجات اللي انا قلتها في البحث بتاعي، لان انا رحت كل الاماكن السياحية والاثرية اللي في الفيوم، وعرفت حاجات كتير قوي. انا اتفاجئت، فاستغربت ان انا كواحد من الفيوم اصلا والحاجات دي كلها موجودة وانا مش حاسس بمعناها، يعني مش حاسس بقيمتها ومش مقدرة، مفيش حد بيتكلم عنها اصلا. اهل الفيوم نفسهم ما يعرفوش اللي بره الفيوم. يعني مثلا لما تيجي تسأل اي حد تعرف الفيوم، هيقول لك دي بلد الكتاكيت. بصراحة يعني هم واخدين الفيومية كمان فلاحين، واخدين ان الفيوم حاجات. انا عايز اقول لحضرتك، الفيوم في الستينات وفي السبعينات كانت الساحل الشمالي بتاعت مصر. كان معظم الممثلين ورؤساء الجمهورية كانوا بيروحوا يصيفوا هناك. الحاجات دي كلها معدومة بالمرة. طب ايه اللي نقدر نعمله يا حمدي؟ الله ينور عليك. التوعية يا فندم. انا نفسي حد يهتم او حد يتكلم عن التوعية. يعني انا نفسي الناس يبقى عندها وعي ان في حاجات كتير قوي لها قيمة لازم يتحافظ عليها. عايز اقول لك على حاجة بسيطة. في بحيرة اسمها بحيرة قارون. البحيرة دي اللي هي بيسموها الفيومية البركة، ده مزار سياحي. اقسم برب الكعب، البركة بتاعت الفيوم ديت اكبر بحيرة طبيعية، يعتبر اتصنفت تاني اكبر بحيرة طبيعية في العالم. في وادي الحيتان ده بقاله 40 مليون سنة. 40 مليون سنة في حفريات حيتان. حضرتك متخيل الرقم؟ بحيرة قارون دي بيصب فيها الصرف الصحي. الثروة السمكية بتاعتها ماتت، مفيش سمك، مفيش. الناس لما بتروح هناك بتقرف من الريح. طيب الحاجات دي كلها معدمة. وسائل المواصلات للأماكن السياحية صعبة جدا، صعبة جدا. يعني اللي عايز مثلا يطلع رحلة الفيوم لازم يركب باص، والباص بيمشي في طرق معدمة، مفيش وسائل مواصلات، مفيش محطات الناس تعرف تركب منها تروح المزارات دي اصلا. مفيش كل حاجه معدومه حرفيا. انا ممكن اعمل لحضرتك دراسه زي اللي انا كنت عاملها بالظبط واقدمها لك،
ونفسي بس يعني حد يكون عنده اهتمام ان هو يوعي مين، يوعي اي حد مسؤول، اي حد يعرف يغير اي حاجه، لان حرفيا في حاجات بتموت. ابعت لي يا حمدي، وانا هقرا وهشوف. ابعت لي انت بتقول عليه ده، هتقول مكتوب بعد اذنك، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ويكون لنا دور باذن الله. يا ريت بالله عليك يا استاذ تامر، لان انا كان نفسي اكلمك. انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما عملت البحث ده والله، وكنت شايف حضرتك بتوعي الناس ازاي، قلت طيب ازاي الناس يعني مغيبه عن الحاجات ديت؟ مش بس الفيوم، ده كل محافظه في مصر، كل محافظه في مصر فيها كميه اثار وفيها كميه حاجات ليها قيمه، الناس كلها مغيبه عنها، والناس كلها مش واعيه لها، ومش بيحافظوا عليها، مش بيحافظوا على التراث وحاجات كتير جدا. ابعت لي يا حمدي، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ويكون لنا دور باذن الله. باذن الله. انا اسف ان انا طولت، ومبسوط جدا ان انا اتكلمت معاك. على راسي يا حمدي، ربنا يخليك. وشكرا جدا يا استاذ احمد. شكرا لك. طيب هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا اول مره اشارك معاكم في السبيس. اهلا بيكي. شكرا لك. هو انا بصراحه كنت بتسأل وانا في ايام الجامعه. انا مش يعني كانت جامعتي في محافظه تانية، فانا من مطروح، فكان كل اللي يشوفني يقعد يقول لي هو انت من مطروح؟ اقول له طب بتتكلمي بدوي كده؟ بتتكلمي ايه؟ بدوي. بدوي. جدوي. ايوه. طب هو انتوا عايشين صح في الصحراء؟ فبعدين طبعا اقعد يعني اضحك كده معاهم واقول لهم عايشين في الصحراء وكده وفي خيام وبتاع. فبعدين يقولوا لي طب وانتوا عندكم انترنت؟ اقول لهم لا، عشان الجمال بتاكل الاسلاك وكده فما ندخلش انترنت. الغريبه ان هم كانوا بيصدقوا. بتجاريهم انتي. طب هو انتوا بتطلعوا زيت الزيتون ازاي؟ هو انتوا عندكم تجار مخدرات بجد؟ قولوا لهم وانا بتاجر معاهم. فاللي هو حتى لما اتخرجت، يعني بعد ما اتخرجت بقيت برضو بتسأل سؤال غريب، يعني لما الناس تعرف ان انا اخصائي نفسي، طب حللي شخصيتي كده، اللي هو بفتكر بقى موقف اللي هم مش هتطلب لي حاجة بقى، اللي هو لسه اول مرة اعرفهم، لسه شايفاهم دلوقتي ما اعرفش اساميهم، طب حللي شخصيتي كده. وانت رد فعلك بيكون ايه؟ بتجاريهم برضو؟ بضحك طبعا، اللي هو طب انت موضوع حليل ايه الشخصية ده، موضوع حليل الشخصية ده عامل زي بالظبط موضوع لما حد يقول لك، لما حد يكون بيرسم رسام يعني او فنان، ويجي حد يقول له ايه مثلا، ما ترسمني صورة، اعمل لي صورة، ينفع ترسمني ينفع تصورني؟ بالظبط كده، اللي هو انا مش عارفة اسمك اصلا، يعني هحلل شخصيتك ازاي؟ طب انت نفسك سألتي حد سؤال غبي قبل كده بصراحة؟ انا بصراحة ساعات بعمل موقف غبي، يعني مش بسأل. يعني مثلا انا شغالة كنت شغالة في مركز، وفي علاج طبيعي، وفي ان احنا مثلا شغالة اخصائي نفسي، فشفت شخص انا كنت بيتهيألي ان انا بتكلم مع نفسي، جايب مخدة، فانا واقفة كده في الريسبشن، فبقول هو الراجل ده جايب المخدة دي ليه؟ فبصلي، فلو رحت طبعا مشيت كده. انت الكلام طالع منك، طالع منك بصوت، انت فاكره ان هو في دماغك. بالظبط كده، فاللي هو ايه ده، الراجل بصلي كل لما يجي مثلا واتقابل عليه يقعد يضحك، خلاص بقى. تمام يا هند، ماشي يا هند، شكرا ليك. شكرا. ماشي. ايمان ياسر، يفتح المايك. طيب، صديقتنا الفنانة الجميلة هبة عبد الغني. مساء الخير. مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. انت عامله ايه؟ كويس؟ الحمد لله، شويه لخبطه كده بس الحمد لله. يا رب دايما امورك تبقى بخير. قلت لنا انت ما تقولش بعد كده تاني على سبيس مهم لانك تختفي، فانت ما تقولش بكره في سبيس مهم. مش هقول، لا خلاص، انا امنت بنظريه احمد فعلا. ارجوك ايوه، سيبها على البركه كده. بالظبط. ايوه بالظبط كده. عندك حق.
مبروك فوز المسلسل بجائزة الشارقة. اللهم لك الحمد. والله حاجة بسطتني جدا والله. لسه شايف النهارده. الحمد لله رب العالمين. هو رزق واسع وربنا يكتر منه يعني، يا رب يعني. يا رب. يعني هفرح قوي قوي لما يبقى كل موسم في حاجة جميلة كده تقعد كتير وتلاقي إعجاب من كل الناس على اختلاف أطيافهم يعني. يا رب. حاجة جميلة يعني. الحاجة الحقيقية دايما بتلاقي صدى، ودايما بتثبت. الحمد لله. في حمدي كان بيقول حاجة من شوية يا تامر، كان منها زوغ من عنوان السبيس، ومنها برضو أدلو بدل على ذكر الفيوم، لأنه أنا من الناس اللي انجذبت للفيوم مؤخرا الحقيقة. وعلى حكايات الفيوم القديمة ما كنتش ببقى متحمسة خالص أروح فين، ويقولوا السبع سواقي دي خلاص بقى إيه السبع سواقي ومفيش وبتاع. لكن في قرية في الفيوم اسمها تونس، سمعت عنها من زملاء أعزاء لينا يعني. وكانت الحقيقة فترة بالنسبة لي كانت فترة صعبة ومحتاجة فعلا أعمل شيء بره المألوف يعني. كانت صديقتي توفت وكانت أول مرة في حياتي يحصل إن أنا أدخل غسل يعني. وكانت التجربة شديدة عليا شوية. ففي صديقة ليا قالت لي طيب ده دكتور عبلة عامل حاجة اسمها وينتر أكاديمي سكول كده للرسم. وانا قلت لها ما بعرفش ارسم. فقالت لي لا ما هو انت هتروحي تتعلمي يعني، لو الامور عندك في بدايات كويسه هتكملي، لو ما فيش هو هيقول لك انه لا يعني جربي في حاجه تانية. فطب فين المكان؟ هي بتقول لي فيوم مش هروح طبعا. قالت لي ده مش بعيده، الفيوم دي قريبه مش زي ما انت فاكره، وبعدين القريه اللي هناك دي جميله جدا، تحكي لي عنها حكايات وفي إيفلين سيدة كده سابت بلدها ودنيتها وحياتها والظروف جابتها على مصر يعني، فقررت تنشئ هناك مدرسة لصنع الفخار، تطور من صناعة الفخار يعني. فانجذبت ورحت صراحة يعني. وقد كان أنا رحت الشتوية دي وفضلت من بعدها عدد لا نهائي من المرات بروح. فالحاجات اللي أنا شخصيا كهبة بعاني منها إيه ومخلياني مش قادرة بقلب جامد أقول للناس تعالوا إن عارفة إن هيتعبوا، لو هم مش واخدين على الطريق ده او على السواقه دي ممكن ما يعرفوش يوصلوا، او في الغالب بيعملوا حوادث. انه الفيوم فيها حتت جميله، والبحيره اللي هو سماها فعلا هم بيقولوا عليها فعلا البركه، بس هي ساحره الحقيقه لانها غريبه جدا. بحيره كبيره جدا وليها شطين، وفي مكان منهم تحس يعني لما تنزل اهل البلد هم بيطلعوك سفاري هناك اللي هو بيسموه شرق البحيره. مثلا العصاري كده والصيادين بيعملوا لك بقى الشاي الجميل ده على الحطب كده وبتاع على شط البحيره وبتاع، وتشوف القريه كلها، تشوف كل بقى الناحيه التانية دي من بعد الميه. فسحه ساحره وعبقريه. مشكله بقى طريق البحيره ده نفسه حوالي 40 كيلو عكس عكاس زي طريق شرم القديم خالص خالص ده. مفيش اضاءه، انت ماشي على، ودي اخطر حاجه في طرق بشكل عام. اللي مشوا على طريق زراعي زمان هيعرفوا الحكايه دي قبل الطريق ما يتطور. اخطر حاجه ان يبقى في قرى طالعه خارج يعني، في مداخل ومخارج قرى رايح جاي على يمينك وشمالك وانت ماشي على الطريق يعني. انت ماشي عكس عكاس ومفيش اضاءه ومطبات مش متنوره، مش مطبات بلدي يعني معموله ساعات بطريقه غلط تضر العربيه، واحيانا ممكن يطلع لك يمين او شمال من مطلع قريه من بين الزرع كده تلاقي ده كان مدخل قريه وانت مش واخد بالك، ما انت مش عارف الطريق، مش من اهل البلد. فتلاقي فجاه ممكن موتوسيكل توك توك عربيه نقل يعني، حاجات كده. فدي من الحاجات اللي مخليه يمكن ان طريق البحيره صعب جدا، مظلم جدا، مش ما لهوش حركه كبيره، وحكايه انه زي ما هو قال مفيش مواصله عامه يعني، مفيش اوبشن يعني. انت عايز تروح مثلا اي قريه على طريق البحيره مثلا، او عايز تروح وادي حيتان، مفيش طريقه او نوع مواصله ايا كان نوعها، حتى لو المواصلات الابلكيشنز او اي حاجه بسهوله توديك وسهوله ترجعك. لازم هتركب يعني، لو حد هيركب مواصلات هيركب كذا حاجه ويمكن يتوه. ده الجزء اللي انا عندي فيه خبره لانه رحته، اللي هو الجزء بتاع البحيره، بحيره قارون وقريه تونس وكده. تاني حاجه انه يا تامر هم ناس قمر قوي ومضيافين قوي، وفي تعدد ثقافات حاصل في قريه تونس دي، واولادهم اتعلموا وعلموا اولادهم، والمدرسه دي كبرت بتاعه إيفلين
بتاعه الرسم والفخار، وتخطت الحكايه حكايه ان هو بس مجرد طبق ومج وبتاع، وبقت حاجات تحف ومنحوتات وحاجات يتعمل بيها جداريات على الحيط وشيء بديع. وبيفضلوا يدوروا على ريسبونسرز، او هم ليهم مهرجان مره في السنه، يدوروا على ناس تاخد بالها منهم يعني اعلاميا او تسويقيا، عشان يستضيفوا مننا احنا. مش هم حتى لسه ما بيطمحوش ان هم يجيبوا اجانب، انه الناس اللي شغاله وبتعرض معروضات السنه اللي فاتت كلها كده بتعرضها للجمهور يلاقوا جمهور اصلا. يعني ما فيش غير بنك اسكندريه الوحيد اللي هو بياخد رعايه ليهم اعتقد على ما اذكر، وبس. ما فيش حد تاني بيساعدهم انهم يعملوا الشوادر ويعلنوا ويعمل لهم مطبوعات او اعلانات او كده. دي حاجه لو تحمس ليها ناس معرفش مين، واهتموا شويه ان هم طبعا يوفروا طريق الناس تمشي عليه ويبقى ظريف وامن، واحتضنوا المهرجان بتاعهم العبقري ده. انا بتهيالي دي بؤره ممكن تجيب رجل ناس كتير خالص 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 على الفيوم، خصوصا ان جوها عبقري وحلو وناسها قمر، يعني مضيافين قوي قوي. باقي الفيوم نفسها انا كده اللي انا عارفاه ان انا كده في اول الفيوم، انه في الفيوم دي كبيره جدا جوه ولسه في السواقي وكده. انا الحقيقه ما روحتش، انا رحت بس قريه اسمها النزله، ان انا اتخطفت في حكايه الفخار ومشيت ورا حكايه الفخار من اولها من اساسها. فرحت عند قريه اسمها النزله بيعملوا بقى اساس يعني اول حاجات الفخار اللي هي الزلع بتاعت زمان والحاجات دي، والحاجات اللي هي الحمام بيعشش فيها في البيوت والكلام ده. بس ما كملتش اكتر من كده جوه الفيوم. ممكن لو كملت اكتشف حاجات تانية. فهي الحكايه اولها واخرها طرق، عشان بس الناس تقعد تهزر على الطرق دي. هو اول اي حاجه طرق ظريفه وامان ولطيفه واناره وكده، بس خلاص هتبدا الامور، وحد هيسمع حد لما يبقى الطريق سلس وفيه مواصله. ما شاء الله ما شاء الله ترجع الفيوم تاني زي زمان واكتر كمان باذن الله. بص، مصر فيها اماكن كتير حلوه ومحتاجه تسليط الضوء عليها، ومحتاجه ان هي انا عندي شغف رهيب ان انا اخش جوه الدلتا، ان انا اخش جوه خط الصعيد نفسه، مش بس الاقصر واسوان. انا واثقه يعني. وطبعا اهلها لو معانا على السبيس ما يطلعوا لنا حاجات جميله ويشيروها ويطلعوا صورها ويفرجونا عليها ويحمسوا الناس تروح تجرب، ويقولوا لنا يدلونا حتى هل في نزل او مش هنقول فندق، يعني مكان ضيافه ينفع لو هنروح القريه الفلانيه نعرف هنبات فين، لان الطريق صعب ومحتاج اكيد ننام ونرتاح نرجع نكمل سواقه يعني. انا سبحان الله النهارده لسه والله النهارده طلع لي على الانستجرام فيديو حد عامله لمكان كده، بس مش كده الانستجرام ما فيهوش هيستوري اقدر ارجع اشوف الحاجه فين. حد كان عامل شورت حاجه ريل لطيف جدا على الانستجرام، بيستعرض فيه مكان كده على بحيره قارون على طول، وقدامه صحراء او يعني رمل، يعني كانه في اسكندريه بالظبط. كامب كده مقفول عباره عن الاوض دي على البحيره على طول بالخوص. تقريبا ده كامب معمول للمديتيشن، يعني اتعمل اساسه للمديتيشن، وبعدين بدات ناس تعرف طريقه وتروح له. ما هو ده في شرق البحيره اللي انا بقول لك عليه. ده كان حاجه عظيمه. المكان الساحر اللي عامل زي رمله اسكندريه ده وكده، ده شرق البحيره او شمال البحيره، يا رب يسموه شمال البحيره. ده كان يعني فعلا مكان لطيف. فبس بضم بصوتي لصوت حمدي انه الحكايه محتاجه طرق. باقي الحاجات التقنيه بتاعه البحيره وازاي ان الميه تنضف دي حاجات اكيد ليها بقى حسابات تانية يعني. بصوا ان شاء الله باذن الله في كده حاجه قريب، يعني يا رب ربنا بس يزيل المعوقات بس وتتم وتطلع للنور. يعني خلينا نقول عنوان عريض عنها، يعني ان مصر كل محافظه في مصر فيها حواديت وفيها حكايات وفيها تفاصيل، مش بس تجذب السياحه الخارجيه ليها، ده كمان تجذب السياحه الداخليه، تخلي حتى وقصص حتى اهالي المحافظات نفسها ما يعرفوهاش. يعني اهالي الفيوم في قصص من الفيوم ما يعرفوهاش، فتحببهم اكتر في اماكن فيها. فانا شايف ان تسليط الضوء يكون بالشكل ده، يعني ان احنا نحكي انا موجوده قلبا وقالبا، ولو اقدر اعمل حاجه هبقى فرحانه جدا. ربنا يخليك. ده العشم برضه، ده العشم. انا بس مش انا عايز اقول لك على حاجه، مش هتهربي من السؤال برضه عشان بس يكون يعني اصل انا في المجمل ساعات اسئلتي بتبقى غبيه قوي، انا مش عارفه افتكر حاجه من كتر ما هم كتير. طب خلاص خلينا نبدا بالسؤال الغبي اللي اتسال لك. كتير برضه يلا يعني. لا في حاجات خليني اقول لك احدث حاجه لسه من حبه، عشان ده اكتر حاجه فاكراه على فيسبوك كده. انا طلعت صوره وحطها هنا برضو على تويتر،
ففيسبوك ناس دخلت الحمد لله بتاع يعني دعت او كده وصلت على سيدنا النبي وبتاع مش عارف ايه. بعدين في حد راح داخل كده الله شكلك جميل بالحجاب، انا حاطه اشاره مش حجاب، انا الشرب شفتها. بتاعنا المصري ده، الشرب ايوه ده بتاع ستي ده الصوره. مش يعني حجاب يعني هو يعني. فقلت له تحت ده شرب مصري عادي جدا بلدي بتاعنا ربطاه يعني، ده مش ده الحجاب يعني، ده مش حجاب يعني. فراح رد بقى تاني ايه ربنا يهديك وتتحجبي ان شاء الله. فلقيتني بقول له خليك في حالك بصراحه. هو اللطف ساعات ده في موجود. كومنتس واسئله بتبقى غبيه، بس غبائها ساعات بيجي من استظراف، بس مش لازم على فكره مش فاهم. زمان كان يبقى الناس مش فاهمه بجد، لا ساعات بيبقى الناس يا مستظرفه يا مغيبه، يعني في حاجه في السيستم مضروبه يعني، فاهم؟ فارضين نفسهم بيحب، في ناس كده بتحب دايما. وفي ناس على فكره بالمناسبه برضو على ذكر ان الواحد انت بتقولي برضو ايه، انا بسال اسئله غبيه كتير، فعايز اقول لك على حاجه. واصلا في ناس برضو بتتعمد تسال اسئله هي عارفه اجابتها عشان بس هي عايزه تعرف تسمع الاجابه من فلان بالذات، من فلان بالذات رايه بقى بمعنى اصح، عشان اعرف وجهه نظره في الاجابه. بالظبط كده. لا انا ساعات بقى بيحصل معايا ان اسال اسئله غبيه ازاي. انا ساعات مخي بيسرح في حاجات، يعني مثلا نبقى قاعدين انا وانت والناس قاعدين بنتكلم مثلا في حاجه معينه، وبعدين مخي راح في حته من الحاجه اللي بنتكلم فيها وما كملتش بيها الديالوج، ورجعت لكم على اخر الديالوج. فمثلا وبدا البروسيس بتاعت الحوار تتطور، فلاقيني مثلا بسال سؤال هو غبي لانه متجاوب عليه جوه، لو انا كنت بسمع هو متجاوب عليه جوه الكلام يعني، فاهم؟ فانا عندي بنت عشان كده بقول لك انا عارفه نفسي ساعات بسال اسئله غبيه كتير كده بسكت. الغالب لما بيجي لي سؤال بصبر عليه حبه، يعني بقول لا استني حبه عشان احتمال تلاقي اجابته اصلا ما يبقاش شكلك وحش. هو فكره الفصلان دي ان الواحد يفصل ويكون مركز في حاجه. غصب عني يا تامر والله، بتحصل لي معظم الوقت غصب عني يعني. على فكره كل الناس يعني بصي الضغوط والحياه، عايز اقول لك بيبقى ذهنك مشغول في اكتر من حاجه بتدور جوه دماغك، صح. ولا ساعات لا اراديا في وسط كلامي انا وانت دلوقتي حاجه في الكلام تخليني افتكر انا ما عملتش كذا، او انا المفروض كذا اللي كنت اعمله. وممكن نكون بنتكلم في موضوع ودماغك تروح في يعني. انا في مره برضه حكيت الموقف ده في سبيس قبل كده، بس كان قديم شويه. كنت بنده على واحد صاحبي، يعني رحت اتفقت ننده على واحد صاحبي هو قاعد في الصعيد واحنا صغيرين يعني. واقف تحت البيت، هو البيت بتاعه موجود في منطقه فيها سوق بقى بياعين وبتاع وكده بالليل. وبعدين ايه، هو اسمه عصام، فانا واقف تحت البيت عنده، هو ساكن في الدور الثاني، فكنت ننده عليه تمام. فانا وقتها حب المراهقه بقى بتاع الاطفال بتاع زمان ده، كنت بفكر في البنت اللي انا بحبها وقتها يعني، كنا عيال قوي، كنا صغيرين اطفال يعني. فعمال بفكر فيه فانا رحت باصص لفوق كده ورحت نادح، بس بدل ما اقول اسم عصام رحت قايل اسم البنت. لا يا لا. وبعدين كمان انا ليه بقول لكم ان هو مكانه في سوق، لان هو في الصعيد وسوق وحد بينده على اسم واحده بنت، الموضوع ايه، السوق اللي دوشه ده فجاه ترمي فيه الابره تسمعيه طبعا. وانا بكرر يعني، انا قررت لا اراديا عقلك مش مدرك. بالظبط. فانت واحد واقف تحت البيت وعمال دعاء وندهت مرتين ثلاثه، وبعدين استغربت ان الناس سكتت، وراح عصام طلع هو برضه طلع عشان يشوف ايه مين المجنون في الشارع ده اللي بيقول اسم واحده. فطلع بيقول لي يخرب بيتك انزل، انت بتقول ايه؟ انزل يا ابني، انت عارف انت بتقول دعاء بصوت واطي. قلت له ايه؟ ايوه فضحتني، حد يخبيني. لان دماغي كانت مركزه في الموضوع، فلما جه الاسم فما هي دي المشكله الرهيبه. عشان كده اتعلمت ان انا ما اتكلمش بقى، يعني لما اجمع دماغي كده وابقى اتكلم او ما اتكلمش، وهتيجي الاجابات اللي انا عايزه اعرفها وخلاص لوحدها. تمام سعدت جدا بيك ربنا يخليك، بالعكس انت نورتينا جدا كالعاده والله. معاكم بسمعكم. ربنا يخليك. دكتوره ساره. مساء الخير. مساء الفل. انا مش قادره اقول لك، الموضوع ده قلب عليا مواجع كتير قوي والله يا فندم. ليه بس كده؟ علشان انا بما اني دكتوره في الجامعه، فبتعرض للموقف ده وقت الامتحانات الحقيقه كتير قوي.
انا حبايبي الطلبه بتوعي يعني انا في كليه الألسن، فطبيعي الطلبه يا عيني ممكن تقعد تذاكر طول السنه، لان الدراسه عندنا يعني طبيعتها ان ما ينفعش الطالب يأجل الحاجه للاخر شويه، لان الدراسه بتاعت اقسام اللغات ما ينفعش الموضوع فيها يتلم في اسبوعين 3 كده. كويس. فهم قاعدين بيذاكروا مجتهدين جدا، يعني ده انا يعني ايه، انا عارفه ده ومتاكده منه. خصوصا كمان ان انا المواد بتاعتي مش من المواد السهله. في يوم من الايام هي كانت دفعه جميله كده، وحبايبي كانوا بيمتحنوا في الحر، الدنيا حر جدا، فالولاد يعني اكيد فاصلين، وانا كنت موجوده في مكتب العميد، كانت مادتي الطلبه بيمتحنوها، وانا في مكتب العميد بنترجم جوابات مبعوثه هتتبعت للسفاره، فانا بعمل حاجه مهمه. ولقيت تليفوني بيرن، الدكتوره الزميله اللي بتراقب على لجنه من اللجان بتاع قسم انجليزي، دكتوره ساره بعد اذنك في ناس عايزاكي في اسئله ضروري جدا. وانا بسم الله الرحمن الرحيم، الامتحان واضح وانا مش كاتبه هندي ومبسطه الانجليزي على قد ما اقدر يعني، علشان ما حدش ينده لي يقول لي انا مش فاهم السؤال. فالمهم روحت اللجنه، خير يا جماعه، لقيت طالب بيرفع ايده، دكتور بعد اذنك عايزك في سؤال ضروري جدا. ايوه يا ابني خير، في حاجه مش واضحه في الامتحان. قال لي لا انا هستفسر عن حاجه تانية. قلت له طب يا ابني اتفضل. عادي بتحصل، ممكن يبقى الاستفسار في اي حاجه بس الا السؤال اللي انا سمعته. دكتور اسيب سطر ولا ما اسيبش سطر وانا بكتب؟ ده في كليه ده؟ والله كنت في سنه ثانيه. قلت له يا فندم، يعني انا بقى اللي بتراقب عليهم كانت معيده، فقالت لي والله العظيم ما اعرف ان ده السؤال والا ما كنتش ندهتك. قلت له بص يا حبيبي، يعني اكتب اللي انت عايزه، تمام، ما دام كرست الاجابه ما خلصتش ما تندهليش. حرام عليكم. البنت التانية رفع ايديها برضو، خير يا حبيبتي. دكتور انا محتاره في حاجه. ايه يا ماما خير يا حبيبتي؟ لا مفيش حيره ولا اي حاجه، اموري. يعني انا البنت فعلا شكلها يا عيني يحس ان في كارثه. خير يا بنتي. قالت لي دكتور دلوقتي انا كتبت الاجابه كلها اهي. قلت لها تمام زي الفل، حلو، ده كلام جميل، مشكلتك فين؟ في حاجه نسيتيها مثلا عايز تحطيها في حته، يعني في ايه؟ قالت لي انا بقى مش عارفه اكتب الكونكلوجن بتاع السؤال فين. قلت لها هي كرست الاجابه خلصت؟ انا يعني اللي جه في دماغي حاجه واحده، ان البنت كانت عماله ترغي وكرست الاجابه خلصت. وقبل ما الناس بس يعني تستغرب، احنا علشان اجابات الاسئله ما بتبقاش كبيره، ففي كراسات اجابه هي ممكن تبقى 6 صفحات مثلا، يعني هي مش حاجه. فلو عندها سؤالين مقالي كويس، وارد جدا لو خطها كبير وظروف كتيره الكراسه تخلص، فنروح نجيب لها حاجه تانية ندبسها فيها. قلت لها كراسه الاجابه خلصت؟ قالت لي لا. قلت لها يا معلش يعني، او حضرتك ما خدتيش ماده مقال قبل كده؟ قالت لي لا اخدت. بنكتب الكونكلوجن فين؟ قالت لي اخر الاسي. قلت لها طب فين السؤال؟ قالت لي ايه ده صحيح؟ قلت لها ايوه حبيبتي فين السؤال؟ يعني انا سايبه العميد جوه جاي انا فين السؤال؟ قالت لي مش عارفه. قلت لها طيب انا طالعه، يعني بعد اذنكم في حاجه مش واضحه في الورق. قالوا لي لا. طب ممكن ما حدش ينداني تاني؟ لا صح. بعد اذنكم. هم دول نفس الدفعه مش كده؟ كانوا نفس الدفعه للاسف. لا مش للاسف، حاجه كويس ان هم متجمعين في دفعه واحده. لا بص بقول لك على حاجه، الطلبه لما بتتوتر وقت الامتحان، حبايبي والله انا مقدره، لانه انا واحده شخصيا ما بحبش الامتحانات ولا زنقه اللجان بتاعه الامتحانات ولا الكلام ده كله، بس بيطلع منهم حاجات لما بنقعد نفتكرها مع بعض بعد كده بقى، ايه ده يا نهار اسود، احنا سالنا حضرتك الاسئله دي ازاي؟ قلت لهم والله ما اعرفش. ما اعرفش. هما من توترهم بيسالوا اسئله عجب. ده غير بقى حد يجي دكتور هي الاجابه دي صح ولا غلط؟ ما اعرفش. ليه؟ ما بعرفش انجليزي. جاوبيها له يعني. لا هو يعني عايز يطمئن قلبه. السؤال ده ثعباني يا دكتور اصله، فحضرتك التركه فين؟ ما انا لو قلت يا بابا ما انا احل لك اسهل. صح. قلت له طب يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انا بتنبه ليه؟ خلاص يا دكتور طب حقك عليا. يا حبايبي مش كده. لا هم كمان بيبقوا مجاوبين صح، وبعدين يطلعوا من اللجنه بمنتهى الشجاعه يقولوا لي الاجابه الغلط اللي هم جاوبوها بدل الاجابه الصح ومسحوها. انا نفسي اعرف يعني الطلبه الاجلاء بيعملوا العمله دي ليه؟ هم مذاكرين وبيجاوبوا صح، يجوا يراجعوا يشكوا في نفسهم، يمسحوا الغلط يمسحوا الصح ويجاوبوا اجابه غلط، وبعدين يطلعوا لي دكتور هي الاجابه دي ولا دي اللي صح؟ اقول لهم طب احنا قلنا ايه في المحاضره كذا، طب وانتوا حليتوا ايه كذا، ليه مش عارفين؟ فانا ايام الامتحانات دي ببقى ماشيه بالدنترا اللي بيتحط تحت اللسان ده عشان الشرايين عشان
يعني عارف نفسي والله يوم ما يبقوا داخلين فريش كده انا بجيب لهم بونبوني على الكراسي عشان يهدوا مفيش فايده. طب انا هسألك سؤال وانا عارف ان انت شجاعه بما فيه كفايه عشان تردي عليه. انت بقى نفسك سالتي لحد سؤال وبعد كده قلتي ايه السؤال الغبي اللي انا سالته ده؟ لسه عاملاها من كام يوم. طب حلو، ده حاجه لسه طازه يعني. جدا جدا. انا خطيبي ربنا يكرمه كده حبيب قلبي بيموت في السمك، بيحب السمك جدا، بيحب المأكولات البحريه عموما. فاغلب الوقت لما بيبقى موجود هنا في اسماعيليه، هو من القاهره، بيبقى موجود هنا في اسماعيليه ونتغدى، فخلاص انا عارفه ان احنا هنتغدى سمك في اي حته بقى مش فارق. فبيقول لي طب يلا عشان الغدا ومش عارف ايه وخلصتي شغلك طب انزلي بتاع يلا حاضر. فانا بمنتهى البراءه بجد بقول له هو احنا هناكل ايه؟ قال لي هناكل سمك. يعني هو يا عيني انا بقى للحظه تدرجت ان انا غبيه، قلت له ايه ده صح انا بسالك ليه؟ قال لي انت قصدك ايه؟ قلت له ما هو طبيعي ان احنا هناكل سمك، انا بسالك ليه من اصلا؟ ده بالظبط زي ما اقول لك هو انت عملت اللي انا قلت لك عليه تقول لي لا، ما هو طبيعي اللي انا هقول لك عليه انت مش هتعمله. قال لي بالظبط كده. بطلت تسالي ازاي غبيه بقى. قلت له حاضر شكرا. هو هياخدني من شغلي. انا عايز اطلب منك طلب. خير. خفي على الطلبه بقى. يعني انت انا بحس ان انت قريبه مني. نعم جدا. لا لعلمك انا خف عليهم جدا. ما انا عارف مشكلتي بس اسمعني بس انا اللي ما بيحضرش ما بيعرفش يحل. دي هنحلها ازاي بقى؟ لا يعني اقصد زي كده ما فيش الساحل الشرير والساحل الطيب. انا عارف ان انت من الدكاتره الطيبين. والله لا خالص. انا نادرا ما حد بيسقط عندي بالمناسبه، يعني نادرا. على كل اللي بعمله فيهم ده نادرا ما حد بيسقط، ده بجد. ومش بيسقط عشان انا بفضل ارفع فيهم، لا هو ما حدش بيسقط تقريبا. انا عارف ده من كذا سبيس قبل كده. ودي حاجه لا انا بحبهم والله جدا وما بحبش حد فيهم يبقى عنده مشكله في حاجه. بس حقيقي انا باجي عليا وقت والله بتفرس. يعني اللي منهم بقى اتعينوا معيدين لما الطلبه بتسالهم جم قالوا لي دكتور تصدقي احنا عرفنا احنا عملنا فيكي ايه؟ قلت لهم شفتوا نفسهم. والله جربوا بنفسهم فعلا. تمام يا دكتوره ساره، شكرا ليكي وكان عادة نورتينا. الله يخليك تسلم. اتفضل يا احمد. هو يعني اول حاجه لما اقترحت عليا موضوع السبيس انا اكتشفت اقول لك ان النهارده عيد جوازي. لا والله فعلا. فقلت ايه خلاص يعني مش لازم احبطه. مبروك. هيكرر يعني فايه كل سنه هتيجي تعمل لي كده فتمام يعني. كل سنه وانتم طيبين فدي ممكن تبقى اغبى استهلاله ممكنه يعني تعفيني منها بالسؤال الغبي. لا خلاص. ألف يعني أقول لك يعني بص أنا عايز أقول لك إن لازم أقول مبروك لأن بشوف أنا الحاجات دي لما الواحد ربنا بيرزقه بشريك حياة متفهم ومتفاهم معاه. عيد جوازهم بتبقى مناسبة للمباركة، مناسبة للمباركة يعني. فربنا يا رب دايما ربنا يسعدكم دايما كده ودايما في ألفة وفي ود وفي محبة. ربنا يكرمك يا رب. بس ده لما برضه انت هتقول لنا سؤال غبي سألته. بص هو يعني انا قعدت فتره كده متبني نظريه كنت بحترمها جدا وهي فيها افراط في حسن النيه شويه. يعني اللي هو مفيش سؤال غبي بس في اجابه غبيه. اللي بيسال ده مش عارف حجم ادراكه او حجم تفكيره قد ايه ممكن يبقى بالنسبه لك بعيد فتشوفه غبي. بس لا انت اللي المفروض تاخد كل الناس على قد عقلها واللي جاي يسالك ده حد فعلا مش عارف. بس لا يعني بس دي اتغيرت يعني سرعان ما اتغيرت لما يجي واحد يحتك بالناس بقى في الشغل وكده. في ناس بحس انها يعني متراهنين على فلوس ان هم هيخرجوك عن شعورك. يعني احنا هنيجي نستغبى عليك لغايه اما يعني يحصل لك حاجه فيعني في تارجت في رهان. يعني مش ممكن اللي بيحصل ده يبقى طبيعي. فلا في طبعا اسئله يعني انا بشوف اكتر الاسئله غباوه بصراحه اللي تتعلق بالغباء الاجتماعي اكتر. ان هو انت تسال سؤال اجابته هتحرجك او هتحطك في مشكله او قد تعرضك لاهانه يعني مش انت يعني السائل يعني. فدي اغبى سؤال في الدنيا السؤال اللي بيهين صاحبه. هتسال سؤال غبي طب ايه اللي هيمنعني او يعني سؤال حاجه محرجه او حاجه مش محرجه حاجه شخصيه جدا او حاجه الاجابه بتاعتها سخيفه. فايه اللي هيمنعني او يحوشني طالما انت سمحت لنفسك تتجرأ او تسال في حاجه ما تخصكش بطريقه سخيفه ان انا ارد رد يحرجك.
او يضايقك او يزعجك او يعني يبقى على الاقل على مستوى السؤال. فاغبى حاجه ان البني ادم هو اللي يحط نفسه في الموقف ده، وخصوصا بيبقى قدام ناس كتير، فمفيش مجال ان انا اغمزك بيني وبينك كده او يعني. فالغباء الاجتماعي، لو انا بشوف ان الغباء الاجتماعي اشنع وافظع بكتير من الغباء بتاع اللي هو اللي علاقه بالاي كيو والتفكير وكده يعني، او التحليل يعني. فده اكتر حاجه وفي على فكره ناس بتستغبى من كتر ما هي بتتفلسف، او من كتر ما هي واثقه في انها مش ان هم اذكياء ومش هيقولوا حاجه غبيه، فبيستغبوا. اما عملت السبيس انا قلت لك انا بفكر يعني مش عارف افتكر في ايه، بس افتكرت حاجه على استاذ من اساتذتنا. انا مش قصدي اقول كده، بس هو وقع في فخ انه يعني حب يصعب الموضوع قوي، ضرب في وشه. كان متضايق من الدفعه، فهو مشهور انه راجل يعني فات، فقال انا هحط لكم امتحان يعني لو نجح فيه 30% من الدفعه يبقى كويس، ومش هو صعب بس انتوا هتغلطوا وهتعكوا الدنيا. مبدئيا كده هقول لكم حاجه، الاجابه الغلط بناقص. فاحنا قلنا طب هيعملها ازاي دي؟ يعني لو جاوبت غلط هتنقص، تاخد ناقص درجه، يعني مفيش صفر، ممكن تاخد -5 -3. فدي في حد ذاتها ممكن تخليك تخاف تكتب اصلا. بالظبط. هيعملها ازاي مش عارفين، الامتحانات ما كانتش بتيجي كده. فالراجل المحترم ده عمل ايه؟ جاب لنا الامتحان كله MCQ اختياري. ودخل بقى فاجئنا وهو بيوزع، ولجنه كبيره في كليه مش في حاجه يعني، حاجه محترمه يعني. قال لك اختار كل الاجابات الصح، لو في اجابه صح ما اخترتهاش هتنقص، لو اخترت واحده غلط هتنقص. فالموضوع هو ليه بيسهلها ويروح مصعبها ويسهلها صح؟ لا ما هو خد بالك، ما هو انت لو الاختيارات كلها صح، لو انت اخترت 3 هتاخد 3 من 4. لو الاختيارات كلها غلط، لو انت اخترت 2 يبقى السؤال ده واقف عليك -2. بالظبط. ما انا بتكلم على كده. الراجل دخل قال الكلمتين دول، وفاكر انا نظره شماته وتشفي كده، وضحك ضحكه كده شريره، وراح خارج ومنتحل في مدرج كبير. انا عاده بقرا الاسئله كلها، حتى رغم ان الغباء انك تعمل كده في الMCQ، بس انا بحب يعني متعود من وانا صغير امشي عيني على الورقه كلها. وحتى الراجل اللي بيراقب اتغاظ من الدكتور، حاسه شرير يعني، بس ده مش هيسمح له يخلينا نغش. فلفت نظري الناس كلها طبعا ضربت اخماس في اسداس وهنعمل ايه. انا لفت نظري ان الراجل جنب كل سؤال كاتب رقم، ده من 3 وده من 4، ده معلوش درجات خالص. فده ترجمته إيه؟ من 3 يبقى في 3 صح، من 4 يبقى كله صح، معلوش درجات يبقى كله غلط. فهمت كده على طول. رحت ضاحك كده، وانا عايز بقى اوصل الرساله دي للناس. ما انا يعني ايه، انا خلاص بالنسبه لي نص الامتحان فيه 4 ونص الامتحان فيه 0. ففي اسئله هعلم على ال4 اختيارات من غير ما اقرا السؤال، في اسئله مش هحط فيها قلم من غير ما اقرا السؤال. فرحت قايل للمعيد هو بس في حاجه، هو الدكتور قاصد يحط ان السؤال من كام درجه جنب السؤال ولا ده غلط؟ اصل في اسئله عليها 4 درجات وفي اسئله عليها 3، هل ده ليه معنى؟ انا بسال، انا يعني بستغبى عليه، بس انا بسمع الناس، انا بلفت نظرهم لدي. فهو سؤال غبي بس متعمد. المعيد طبعا لقطها، ومن غيظه من الدكتور ما علقش، قال لك خلاص يبقى الدكتور هو يعني ايه برضه من غيظه من الدكتور قال حاجه زي ايه، يبقى هو يعني قصده حاجه بقى، هو هيدي 4 درجات بتاع السؤال بقى مش عارف ليه. فالوعيد بقى اللي هو ايه فطبعا يعني الامتحان بدل ما كان امتحان معقد جدا، امتحان تافه جدا، ده بقى بامتحان حضانه بقى. والراجل اتفاجئ ان احنا جبنا درجات كويسه جدا، لما طول ما قاعد يقول لك الدفعه مش عارف ايه وانتوا مستهترين والحضور مش عارف ايه. فالراجل يعني رغم انه استاذ كبير وبتاع، بس غلط غلطه ساذجه جدا العيال الصغيره دي كلها يعني. بس تفتكر هو ما كانش متعمد؟ اصل انا حاسس ان هو كان متعمد. هو لا لو شفت الضحكه الشريره لما شاف وشوشنا كده ضلمت، وعامل لنا مفاجاه ان الاجابه الغلط. وده هو في ناس بتعمل كده، بس الامتحانات بتبقى كده، هو الامتحان بيبقى معروف انه كده، بس الامتحان ده اصلا ما كانش بيجي MCQ خالص، المفروض انه بيجي مسائل وبيجي حاجات زي كده. فاحنا داخلين نكتب حاجه غير اللي هو جايبها لنا. والراجل بص لنا بصه كده، مش قادر انسى شكله، هو مليان كده شويه، وعارف انت الناس اللي وشها عريض، فما يضحك ضحكه عريضه كده يبقى شبه الجوكر كده. الشر طبعا احنا كنا في الادب يعني بنطلع اسامي على الدكاتره وكده يعني ربنا يسامحنا. فمش قادر انسى الموضوع ده، ومش قادر انسى غيظه اما دخل لنا المحاضره قال بصراحه انتوا فاجئتوني، واضح ان انا كنت مقيمكم غلط لان درجاتكم طلعت كويسه، وانا توقعت ان الامتحان انتوا هتعوقوا الدنيا فيه. هو ما يعرفش طبعا اللي حصل في الكواليس، ما يعرفش الحكايه، ولو عرف ممكن كان يسلط عليك انت جامع غضبه. لا ما هو يعني الحمد لله ما كنتش هقول كده، هو موجود لانه راجل نبو ازرق يعني.
فدي من اغبى الحاجات اللي كان فيها استنصاح اللي حصلت في حياتي، بس كانت يعني جت في صالحنا. وبرضه سؤال غبي، بس كنت متعمد ان انا ابان غبي يعني، لانه البديل ان انا كده هبقى كاني بغشش الناس يعني لو هو بس ده لا ينفي ان انا اكيد بسال اسئله غبيه، عشان بس يعني ايه، ما اكيد مش دي الحاجه الوحيده، السؤال الغبي الوحيد اللي سالته كنت بستنصح فيه، بس يعني فعلا يعني مفيش حاجه في بالي. كلنا صديق. بس بتبقى لحظه كده عدم تركيز، بتبقى لحظه يعني عاده انا ما بستغباش يعني وما بتكلمش كتير، ما بسالش كتير، فبسال سؤال ممكن ابقى انا اسالك 10 اسئله، اسالك سؤال واحد فغالبا بختاره. يعني ده اللي بيعفيني من الاستغباء ده يعني، وان انت تقع وقعه لسؤال مش محسوب او كده. يعني انا ما بسالش لمجرد السؤال، حتى لما ببقى عايز اعرف حد بحب ان هو اللي يسال، ما بحبش انا يعني اللي حاطط في دماغه ده انا عايز اسال اعرف تاني مثلا اساله 20 سؤال، فعايز يسال كتير، فغالبا هيسال حاجه مش متحضر، مش محضرها، فهيسال غلط، هيقول حاجه غبيه اكيد. فاللي عامل حسابه يسمع اكتر غالبا ما بيحصلوش كده، ما بيقعش في الوقعه دي. خلاص، ما انت في دماغك سؤال محدد فهتساله وانت مجهزه وعارف هتقول ايه، فتمام. انما اللي بيملى غالبا بيعك يعني. صحيح. تمام يا صديقي. احمد شكرا ليك يا حبيبي. طيب احمد فكرني بحاجه كده برضو خاصه بالكليه، بس هبقى احكيها كمان شويه. ناخد مي حسن. يا مي، معك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كيف حضرتك؟ الحمد لله والله كله زي الفل. يخليك يا رب، يخليك يا رب. شكرا اول شيء على هالمساحه الحلوه، فيها افاده وفيها هيك اشياء كتير هيك حلوه ونافعه وبتتروحن يعني فيها النفس. الله يخليك، انت نورتينا. يخليك يا رب. قولي لنا ايه رايك في الموضوع السبيس؟ اكيد طبعا تعرضتي للموقف ده، اكيد حد قبل كده سالك سؤال غبي، او انت حسيتي ان هو غبي، او انت نفسك سالتي حد سؤال وبعد كده قلتي ايه ده، ازاي انا سالت السؤال اللي هو يبان غبي ده؟ هلا بحكي عن مثلا سؤال سالته انا كتير بعتبره غبي، يعني اذا سواء ساله حدا بسيط يعني من حدا عفوي، او حدا مثلا ذكي فهيم، بعتبره بالحالتين سؤال غبي. هو لما بيسالني مثلا انه انت مسيحيه او مسلمه او شو هيك، يعني بعتبره سؤال غبي. حتى للفهيم والحدا مثلا هيك وواعي لشو هالسؤال هذا ابعاده وهيك، بعتبره يعني سقطه من سقطات الذكاء عنده، لانه بحسه سؤال غبي، ما بعرف وما بحب اني جاوب. سؤال غبي لان انت يعني بس انا انت اسمك في الغالب ان هو اسم مسلم، فمش في الغالب، هو 99% يعني، فبتشوفي كده لان هو مثلا اتعامل معاكي فازاي ما قدرش يفهم ده لوحده، ولا لان هي مش فارقه يعني مش ده الحاجه اللي انت هتقيمني على اساسها؟ فبالتالي ده سؤال اصلا ملوش موقع من العرب. هلا انا عم بحكي عن الحياه الواقعيه بالحياه، ما بالوسائل التواصل. كتير بنسأل بهذا السؤال، يعني حتى بالشغل مثلا بحسه انه سؤال غبي ما في داعي له، محرج وهيك. مرقه يعني اذا كان حدا مثلا بعرف انه هو حدا عفوي وبسيط كذا، بس اذا حدا ذكي ما يعني ما بمرق له اياها، يعني بعطيه هيك كلمتين يعني بذوق انه لا لشو هذا السؤال، يعني شو بيهم، شو بتفرق معك هيك. هذا بعتبره سؤال غبي. طب وانت نفسك بقى في مره هل ظبطتي نفسك وانت بتسالي سؤال بعد كده اكتشفتي بينك وبين نفسك ان هو سؤال ما كانش ينفع؟ هلا ما بيحضرني هيك يعني سؤال اني اذكره هون، ما بعرف، ما مره انا سالت هيك. ما بتوقع انه سؤال غبي بمعنى الغبي، لا، بس من فتره صارت معي مع ابني، يمكن هيك حسيت انه كنت غبيه بلحظه ما. مثلا معه كان جايب علامته بمذاكره العلوم والورقه بايدي، ولسه عم شوف النتيجه، عم قل له يلا انه ما
ما تسكني يعني بسرعة للمادة الثانية، للمذاكرة الثانية. اللي ماما إنه أعطاني إيماء بوشه إنه شو إنه ما في غيرها، هاي المذاكرة بمعنى، فهمت كيف؟ إنه ما في غيرها، إنه هي بس هي. قلت له لا يلا بسرعة، لا تطلع علي هيك بسرعة على الدراسة. قال لي ماما ما هي مذاكرة العلوم، وهي اللي بدي أقتل وبدي أعمل مشكلة وكذا وبس هيك يعني. أنا مثلا حدا ما بيسأل مثلا ممكن أسئلة هيك، بس أحيانا بتصير ممكن حدا ذكر مع حضرتك قبل بشوي إنه في مثلا شروط أسأل بيفعل حضرتك شيء تكون إنه واحد بس هيك يعني، بس أنا ببرره إنه هو شروط بيروح منك شيء اوريدي انذكر ونشرح، خاصة بالعمل شوي بتنحرج. فدايما أنا بركز إنه أنا يا ذهني خليك صاحي، خليك موجود ولا تطلق العنان ولا تروح بعيد هيك. لا يعني لا تجنب هالشيء هذا بس، والانحراج. تمام، شكرا ليك يا مي، ربنا يخليك ابنك يا رب، ودايما ناجح الله ودايما يسلمك، موفق، يخليك يا رب، من ذوقك من ونورتينا في ذوقك، أول يخليك يا رب من ذوقك. باي باي. هلا. طيب ندى. مساء الفل يا تامر، ازيك؟ مساء الفل، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا تامر، الحمد لله. الحمد لله. بص يا تامر، انا لو هقول ان انا سألت سؤال غبي، فهو ممكن يكون حاجة متعلقة بالسبيس اللي فات واللي قبله. كان في برضو موضوع اللي هو الجواز الصالونات وكده، وجي واحد بيسألني ايه هو انت قريته، هو قال لي انت عندك عربية، لا ده هو بيقول لي هي العربية اللي انت بتركبيها دي باسمك. فانا استشعرت كده من جوايا بالقلق، بان انا مش مرتاحة، عارف كده اما قلبك كده يبقى ايه في حاجة غلط. فقلت له ايه بتاعتنا كلنا، هو مش عارفة بتاعتنا كلنا دي عايدة على مين، بس هي بتاعتنا كلنا ماشي. والشقة اللي انت قاعدة فيها دي باسمك؟ قلت له ايه لا باسمنا كلنا برضه، هو مش عارفة هي عايدة مين بس هي باسمنا كلنا. طب والشقة بتاعت مامتك وباباكي باسمك؟ قلت له لا هي باسمنا كلنا. قال لي برضه يعني لو ايه مش هنقسم التركة ولا ايه؟ مش يعني مش هطلع بمصلحة، مش هطلع بحاجة من الليلة دي. ايوه يا تامر بالظبط، اللي هو بقى ايه هتديني ايه بقى وهتاخدي ايه بقى وانت عندك ايه، علشان برضه انت لو تقيله تعجبيني بقى، لكن لو كل حاجه كده مش باسمك انا هستفيد منك بايه؟ دي كانت اسئله غبيه جدا بصراحه يا تامر، اتعرضت لها. السؤال بقى الغبي اللي انا بقى ايه سالته، انا بتوه في السكك جدا على فكره، هو قله التركيز مني في السكك بطريقه فظيعه. فكره ما قلت لك ان انا رحت لك ساقية الصاوي وتهت، لا ده هو ده مش عيب في حاجه. انا لو مشيت في سكه 50 60 مره اتوه فيها برضو، لو معايا GPS اتوه، ما اعرفش دماغي لو انا ماشيه في محيط صغير جدا بتوه. يعني انا لما انزل يبقى انا ايه لازم انزل قبل ميعادي بساعتين، علشان ايه اعمل حساب التوهان بقى، والناس تسال عليا وتقول ان انا تاهت، ويبقوا عارفين ان انا تايهه على فكره، وممكن يجي ياخدوني ممكن يسيبوني ترجعي براحتك زي ما انت عايزه ولا ما ترجعيش. المهم ايه مره كنت رايحه للدكتور في المعادي ومعايا GPS خلاص، ومتاكده ان انا هتوه بقى خلاص. انا اتعودت على فكره، انا بقيت لما بتوه ببقى عارفه الاماكن اللي انا بتوه فيها، ولما بوصل لها بعرف ان انا تهت، يعني هي نفس المكان هو بوصل له بعرف ان انا تهت. وبلاقي له مخرج بقى على فكره، بقيت بفكر بقى من التوهان بعرف اطلع منه من كتر ما بتوه. المهم رحت ايه المعادي، دي من الرحاب بعيده، وماسكه GPS ومتاكده ان انا هتوه، وفجاه بعد ما مشيت بقى بالGPS ولقيت نفسي قدام ايه عياده الدكتور. ايه ده هو انا ما تهتش، هو انا وصلت على طول؟ لا لما ارجع اتوه بقى بالظبط كده. ركنت ونزلت لقيت سكيورتي تحت الامر، قلت له ايه دي عياده الدكتور فين عياده الدكتور فلان الفلاني؟ قال لي اهي واليافطه قدامي اهي، اليافطه قدامي، بس انا مش مصدقه، لا انا ما تهتش هرجع اتوه تاني. المهم ايه ما صدقتش، ركبت العربيه وقعدت لفيت والGPS قام ايه لففني ووقفني عند نفس المكان تاني. طب انا غبيه ولا طب انا خلاص ربنا كرمني المره دي ما بقتش غبيه، لا لازم استغبى بقى. نزلت تاني لنفس السكيورتي تاني، قلت له فين عياده الدكتور فلان الفلاني تاني؟ قال لي هو مش انت جيتي من شويه؟ قلت له ايه ده بجد؟ بس انا كنت عايزه اتاكد. قال لي مش انا قلت لك عياده الدكتور هي قدامك اهي؟
يعني هي غبيه وعاميه الاثنين. عايزه اقول لك ان انا لغايه وانا طالعه للدكتوره انا رايحه بدري عم عادي، ما انا ما تهتش. انا مش مصدقه ان انا الحمد لله يا رب. بس وانا نازله كنت محرجه من السكيورتي قوي الحقيقه. يعني انا بقول يعني كان شكلي قدام وحش قوي يا تامر. بس فانا يعني ودي حاجه فيا اعتقد انها هتفضل لاخر العمر يعني. لا خالص، عايز اقول لك ان كلنا كده، يعني معظمنا بيحصل فيه كده وانا هحكي برضه على كذا موقف كده في بالي، بس في الاخر خالص لا يعني عايز اقول لك كلنا كده، احنا كتير قوي ما تقلقيش. الحمد لله انا مش لوحدي يعني. لا مش لوحدك، لا طيب الحمد لله. ميرسي يا تامر قوي، ميرسي قوي قوي يا تامر. اشكرك ربنا يخليك. على خير. طيب حماده خلف. حماده افتح المايك لو سمحت. السلام عليكم استاذنا. عليكم السلام ورحمه الله ايه وبركاته. الاخبار يا باشا؟ الحمد لله والله كله تمام. وبالنسبه للسؤال الغبي انا اللي سالته بصراحه. انا كان في زبون عندي تمام له فتره عامه، يعني انا شغال عامه حلاق في الكويت تمام. الو ايوه الو ايوه انا سامعك. تمام اتفضل. ماشي. المهم هو اسمه ابو علي تمام، عنده ابنه علي طلق عليه اسمه ابو علي تمام. فبقاله فتره يعني غريبه، بقاله فتره ان هو بيحلق عندي، ففتحنا كم موضوع كده وقعد بيحلق تمام. فالكلام جاب بعضيه، فبقول له انت متجوز؟ فلقيته بيبص لي كده بصه غريبه، بيقول لي هو في ايه؟ بقول له في ايه بسالك بس. بيقول لي يا ابني اسمي ابو علي وعندي ابن علي اللي بجيبه هنا، فتسالني انت متجوز؟ ازاي؟ قال لي ازاي وفي ايه؟ قال لي في ايه؟ قلت له والله مفيش حاجه، بس هو طلع السؤال كده. مش عارف سالته ازاي. هو يعني يعتبر بدايه بقى الحوار. يعني انا من الفيوم عامه تمام. صعب شويه ان هو يتطور تمام، لان البلد اللي هي قريه تونس دي في اخر 10 سنين ما شاء الله اتطورت تطور غير عادي. هي يعتبر من قديم الازل في صناعه الفخار. التطور الاخير اللي دخلت فيه اللي هو الرسم تمام، وتحضيرات اللي هي الرسم والجامعه تدرس الماجستير هناك في الرسم والكلام ده. تطور غير طبيعي، وحصل فيها كميه خدت بالك صناعات اللي هي الخزف والفخار، حاجات ما شاء الله يعني تمام. فبس هي محتاجه يعني تاخد القاء ضوء اعلامي، خدت بالك، بحيث ان هي تتفتح تبقى مفتوحه على العالم كله. هي عايزه بس ايه؟ شو اعلامي كبير يخش في القريه. وبالنسبه للفيوم زي ما انت عارف عندنا السواقي المشهوره دلوقتي بسم الله ما شاء الله، خدت بالك، اعادوا تجديدها وتطويرها بشكل غير عادي تمام، السواقي عامه. وبالنسبه للبركه والاستاذ حمدي طبعا من القريه بتاعتي، احنا قريه اسمها قريه تطون. بالنسبه لبركه قارون تقدر ان انت تخشها من اي مكان من الفيوم، ليها كذا طريق تمام. سامعني؟ ايوه سامعك. ليها كذا طريق، خدت بالك. بس النقطه الوحيده ذكرها برضو الاستاذ حمدي تمام، موضوع التلوث بتاع الميه بتاعتها تمام. فيها الجنب الغربي زي ما الابله هبه ذكرت معانا، الجنب الغربي فيه سياحه اللي هي السياحه البريه بالخيل وكده، يعني حاجه روعه جدا، مناظر جميله جدا، خدت بالك. ارض صحراويه اللي هي الحجري ديت، تتمشى على الشط بتاعها بالخيل، خدت بالك. صيد مصيد مطاعم. بس هو النقطه الوحيده اللي لازم يتسلط عليها الضوء موضوع تلوث الميه تمام.
وخش. ربنا يعيننا يا رب، ونتكلم ان شاء الله عنها باذن الله. لا ده انت وانا مستني حمدي ان شاء الله يبعت لي، وان شاء الله نتكلم على لا الموضوع بس ان شاء الله انت خدت بالك لازم تعمل سبق صحفي كبير عن موضوع البركة، تمام، وقرية تونس، خدت بالك، وتنزل عندنا، خدت بالك، قرية تطون، لو تسمع عن قرية تطون، تمام، في بعديها كده قرية أو قرية اسمها السريرة، في بجانبها زي نظام قطعة صغيرة كده، مش عارف أقول لك قرية أو عزبة أو اسمها ماضي، اسمها مسمينا احنا مدينة ماضي. مدينة ماضي دي من العهد الروماني، تمام. مدينة ماضي ديت من العهد الروماني، كانت أساسا مدفونة تحت الرمال، تمام. وجت هيئة الآثار من حوالي 10-15 سنة كده، كانت مدفونة تماما تحت الرملة. جت هيئة الآثار بسم الله ما شاء الله طلعتها على وش الأرض، عملوا فيها تجديدات، خدت بالك، بس الحاجات دي كلها غيبة إعلامية بصراحة، مش متسلط عليها الضوء. فأنا بأيد الأبلة هبة والأستاذ حمدي، تمام. فيا ريت ده يتوقف على الشو الإعلامي بتاعك ان شاء الله. ربنا يسلمك يا استاذ حماده، وان شاء الله نتكلم قريب باذن الله لا في الموضوع بجد ده. هيكون موضوع بجد هيكون فيه أهمية كبيرة، تمام. ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا باذن الله. وتقدر مثلا شكرا ليك. ماشي يا باشا. شكرا ليك. قول لي قبل ما تقفل معانا، قول لي عندك ولاد؟ عندك اولاد؟ لا لسه بصراحه ما اتزوجتش. طب ربنا يا رب يرزقك. يا رب يا رب ان شاء الله. بوظت السؤال الثاني. نعم بوظت السؤال اللي كان هيساله لك بعد، يعني كنت قلت لا له اصلا عادي اسالني عادي، لو عندك سؤال تاني عادي، ما عندكش مشاكل. لا ما هو لا حسيت ان تامر كان هيعمل كده بالظبط. انت كنت قلت لي عندي ولاد، طب انت متجوز؟ كنت قلت لك عملته والله العظيم. لا بس هو السؤال بتاعي انا مش عارف طلعته ازاي بصراحه، يعني مع انه ابني وانا حلقت له مره واثنين وثلاثه. انا فالمهم خدت بالك، قال لي ده شكله الحشيش عالي النهارده، قلت له لا يا عم ما بشربوش، بس هو السؤال طلع تلقائيا، خدت بالك. جامد. ماشي يا حماده، شكرا ليك يا حماده، ربنا يوفقك. حبيبي شكرا ليك. وننتظر ليك برنامج قريب عن بلدنا الجميله الفيوم سعادتك. ان شاء الله باذن الله حبيبي وفقك الله. حبيبي مع السلامه. مع السلامه. طيب اسماء. مساء الخير، ازيك يا استاذ تامر؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. كنت منتظره اي حد يدخل يقول السؤال ده من البنات، بس محدش قال. يعني هنفرح بيكي امتى؟ ربنا يسهل، مش موضوعنا. ربنا يسهل. عشان ده اغبى سؤال اي انسان في الحياه ممكن يكون بيتساله، سواء بقى راجل او ست. يعني هنفرح بيك امتى؟ دي حاجه في علم الغيب، انا هبقى عارف منين؟ لا هي طيب حاجه بتقل البنات، يعني ما تحشروناش احنا في الموضوع ده، كان بتقل البنات، ما بتقلش الولاد. بيتقال للولاد في ليفل معين، يعني لما يبتدي يحس بقى انه خلاص لا ده هو كبر بالنسبه لهم قوي فيلحق نفسه. بس ده يعني من اغبى الاسئله اللي ممكن اي حد يتساله بصراحه. انت بقى ايه بقى الاسئله الغبيه اللي بتتسال لك؟ كنت مره بخيط عيان في الاستقبال بتاع الطوارئ. وانا بتخيطوا غرز عشان يعني يا جماعه عشان تفهموا. بس الناس هبه اسماء دكتوره. فانا بحب ان انا اعمل يعني زي حوار بسيط كده بيني وبين العيان، عشان ما يحسش واحنا مثلا بننظف الجرح وقبل ما ندي البنج الموضعي، فباخد ودي معاه. فاغرب سؤال سالته من عيان قال لي وانت بقى يا دكتوره كنت داخله كليه ايه؟ فيعني هنا كنت هتشل من السؤال، لان انا ما عرفتش ارد عليه. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا موقفي ايه دلوقتي من الحقن اللي اديها لك ولا الخياطه اللي هخيطها لك؟ انت مقتنع بيا؟ طيب هي الاصابه كانت في دماغه؟ لا ما كانتش في دماغه. كانت في دراعه، فدي حاجه غريبه يعني، احنا بعيد عن المخ خالص. ده كان اغبى سؤال انا اتسالته يعني. وما ردتيش عليه؟ هو يعني انا خدت الموضوع بهزار وبضحك، وهو فاق بعد كده، بس هو يعني حد له سوشيو ايكونوميك وتعليمه قليل، فانا عذرته في الاخر. قعدت اقول الحمد لله على نعمه ان الواحد مش واصل ليفل الغباء ده، او في غباء بس مش بالمنظر ده يعني.
ممكن تأثير الصدمة برضه على الحلقة بتاع الحلقة اللي هو او مثلا هو انبهر يا عيني في دكتوره واقفه بتتكلم معاه وبتحاوره ومش عارفه ايه وبتاخد دكتور وتدي، وكمان خريج الطب. يا او مثلا دكتوره وخريج الطب. طب انت نفسك سالتي اسئله سؤال غبي قبل كده؟ حسيت ان هو سؤال هو غبي؟ انا بسال كتير اسئله ممكن تبقى غبيه شويه عشان استفسر، بس كان اغبى حاجه انا فاكراها يعني السبيس فكرني بيها وانا في سن المراهقه كده، يعني في ثالثه اعدادي. بتفرج على ماتشات بقى بتاعت كاس افريقيا مع بابا. فاللعيبه الشورتات بتاعتهم بتطير من الهواء، فانا مش مستوعبه هي بتطير كده الطيران ده ازاي. فسالته، قام قال لي اصل هم مركبين 4 تكييفات في الملعب. وانا وقتها ما ردتش عليه، فلقيته سكت شويه كده قال لي اسماء يعني انت ما علقتيش؟ قلت له اه يعني. قال لي يعني انت شايفه ان هو تكييفات الملعب ممكن تخلي الموضوع ده يبقى ان الشرطات تطير من على الرجلين بالمنظر ده، مش عشان هم بيجروا مثلا؟ فدي كانت اغبى حاجه انا سالت. انا فاكره الموقف ده عشان هو بقى بيضحك الناس عليا، بنقعد في مكان يقوم يقول لهم هي كانت سالت السؤال ده قبل كده. هو المنطقي ان اللي يطير الشرطات ان هم يكونوا مركبين مراوح مش تكييفات. المراوح انا قلت كده والله برضه وهو ما اقتنعش يعني انا خدت الكلام وما رجعتش دورتي وراه. وراه عندي برضه صح؟ ثقه، عندي ثقه رهيبه، فقلت يعني ما هي لو مش تكييفات تبقى مراوح، يعني ما جاش في بالي خالص عشان هم بيجروا مثلا. تمام يا اسماء. ماشي يا اسماء، شكرا ليك. شكرا يا استاذ تامر وسعدكم يا رب. شكرا ليك، ربنا يخليك. تسلم. طيب غاده. مساء الخير. مساء الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. دي تاني مرة انا بدأت اعد المرات اللي انا بدخل فيها. انا مبسوطة. طيب نورتينا. شكرا جدا. هو من ناحية الأسئلة الغبية اللي أنا سألتها كتيرة جدا جدا. تمام. أنا من كتر ما هي كتيرة أنا بطلت أفتكرها عشان ما أحبطش نفسي. بس في أسئلة كده أنا بتسألها مش بعديها، لأن أنا بسأل نفس الحوار بس أنا مش بصنفها إن هي غبية. لا، انا دايما بلتمس البني ادم اللي قدامي ايه، معلش هو دماغه وقفت، هو في الثانيه دي دماغه وقفت فهو طلع منه السؤال ده. هو مش غبي والله، معلش هو مش غبي. ففي سؤال دايما بتسأله اللي هو انا اخصائيه تحاليل فبسحب دم. اول مره خالص حد سالني السؤال ده، ساعتها بقى انا اللي حسيت نفسي انا اللي غبيه مش هو. قال لي وعلى كده دكتورة غادة هو انت بتسحبي ازاي؟ قلت له نعم. قال لي بتسحبي ازاي؟ قلت له بالسرنجة. انا اللي هو ايه استني لا هو مش سرنجة. ايوه انت قصدك التكنيك بتاع السحب. بس دي حاجة يعني مني ومنه. ودكتورة اسماء برضو قبلي نقطة قالتها في حتة نفرح بيكي امتى. ففي حد برضو مرة يعني ست كبيرة ربنا يديها الصحة قالت لي طب ما تشد حيلك يا غادة كده. قلت لها حاضر اعمل ايه يعني؟ قالت لي ما اعرفش بس شد حيلك. قلت لها طيب ماشي بقى معلش بقى اعمل ايه؟ انا هشد حيلي حاضر بس قولي لي حاجة انا اعملها وانا اشد حيلي من عينيا الاتنين. قالت لي خلاص يا ستي انا بقول لك كلمة بيقولوها. قلت لها طيب ماشي خلاص. فدي من شوية مش هنقول اسئلة بس مواقف مبطنة بشوية كلمات كده بتخلي الواحد طب هو انا اللي غبية ولا انت اللي غبي ولا هو دماغنا احنا بتقف لعدد من الثواني بتخلي اللي قدامنا يعتقد ان احنا اغبياء او بنحس ان احنا اغبياء. ففي كل دول نعم مع بعض كل ما هو هي كل دول مع بعض. هي فعلا بتبقى معظم الوقت ان البني ادم اللي قدامي ده مش غبي بس هو دماغه وقفت لعدد من الثواني حسست نفسه وحسستني ان هو غبي. يعني انا معايا زميلي في الشغل فلنعتبر ان هو زميلي يعني احيانا من كتر ضغط الشغل فعليا حاجات بديهية يعني لو ايا ما يكون هيعرف يعملها هو وقفت معاه خلاص. انا الحاجة اللي هي البسيطة دي انا دماغي ما عرفتش تجيبها.
يعني مواقف الشغل بتبقى كتير، وضغط الشغل بيخليك احيانا مش شايف قدامك، فبتسأل وبتعمل حاجات انت تفضل طول اليوم هو انا ايه الغباء اللي انا عملته ده، ايه السؤال الغبي اللي انا سألته ده. بس ربنا يوفقك دايما يا دكتوره غاده، ان وشكرا شاء ليك. الله. شكرا ليك. العفو جدا. خلود. مساء الخير على الجميع، مساء النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. اتفضلي. أنا أنضم لدكتورة سارة ودكتورة غادة على سؤال متى تتزوجي، فأنا يجيني ليه ما تزوجتي للآن؟ أقول والله قاعدة أجمع المهر، فيضحكوا يعني إيه يعني قاعدة أجمع المهر، فيسكت والله يضحك ونضحك كلنا عن الموضوع واكتشفوا إنه السؤال غبي. أنا في حاجة تانية جت في بالي مرة، يعني أول ما شفت هذا التوبيك افتكرت حاجة. أنا عندي حرق في يدي من يوم ما عمري 3 سنين، فاللي يشوفوه يسألوني عن الحكاية وأقول لهم اليد انحرقت وأخذوا قطعة من رجلي. ففي واحدة وأنا أحكيها قالت لي طيب إذا قرصت يدك حتتألم رجلك؟ فقعدت ساكتة كذا ماني عارفة يعني إيش أقول، لا أقطع علاقتي فيها ولا أضحك، ماني عارفة إيش أقول بس قعدت أضحك، وصرت كل ما أشوف يدي ولا رجلي بيجيني نفس الموضوع في بالي وبضحك عليه، فافتكرت يمكن هذا أغبى سؤال يتقال لي. طب وانتي بقى سألتي حد قبل كده سؤال اكتشف كان هو سؤال غبي؟ ما أفتكر، مو إني أذكى إنسانة، بس ما أتذكر إني صراحة قد سألت أحد سؤال غبي، ما أفتكر. يمكن أختي قبل أيام كنا قاعدين نطلب من مطعم، وكان في المكان اللي بتطلب منه كده زي السماعة وتستلم قدامه تحاسب، فكانت واقفة عنده وطلبت خلصت، بعدين قالت له ها أدفع هنا، قعدنا نضحك مرة كتير، يعني كيف حتدفعي أنت هنا وهو بس سبيكر اللي قاعدة تكلمي فيه الرجال. فكان من جد يعني سؤال مرة غبي وقاعدين نضحك عليه. That's it والله، بس مستمتعة كمان بالحكايات التانية اللي قاعدة أسمعها. ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا خلود، نورتينا. الله يسلمك وياك. ربنا يخليك. طيب هاجر. هاجر عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. انا بسأل اتسألني، كنت في مكان وكنت انا وبنتي، فحد بيسألني هي دي بنتك؟ فبقول له اه. بيقول لي يعني انت متجوزة؟ تعبيط ده ولا ايه؟ ما انا بقول لك دي بنتي اصلا. فمشي شوية كده ورجع تاني بيقول لي انت عسولة قوي، فبقول له شكرا. فبيقول لي وانت برضه متجوزة؟ فبقول له مش لسه قايله لك ان دي بنتي؟ راح بيقول لي مش عارف، بس انا مش مصدق، حاسس انتي بتشتغليني يعني. بس يعني من بعد الموقف ده انا ما اتعاملتش مع البني ادم ده تاني اصلا. هتقولي له ايه؟ هتعامل معاه ازاي يعني؟ انا مش عارفه، قلت له مرتين انها بنتي يعني، مش عارفه. برضه بيقول لي انت متجوزه؟ ده كان تقريبا اغلب سؤال اتسال لي يعني. طب والعكس بقى؟ بسأل انا سالته لحد دايما بيبقى في الشغل بالنسبه لي، يعني مثلا ساعات الباشمهندس بيطلب مني حاجه ويقول لي اعمليها دلوقتي، فانا بقف كده فبقول له اعملها امتى؟ راح بيقول لي وانا لسه قايل لك؟ بقول لك اعمليها دلوقتي. المره التانية كنت بكشف لمليكه وبقول له الدكتور ان هي عندها كذا 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 وتعبانه من كذا. مليكه بنتك؟ انت متجوزه اصلا؟ لا جايباها تبني. ماشي شفت اتعلمت فبقول لها دي تعبانه وعندها كذا كذا وانا مش عارفه اعمل ايه. فهي قعدت تقول لي العلاج كده في كل حاجه، في الاخر بتقول لي ايه؟ بقول لها ايه يا دكتوره هي عندها ايه؟ فهي بصت لي كده، هي ما ردتش عليا اصلا، هي بصت لي من تحت وما ردتش عليا. اللي هو انت اول ما دخلتي اصلا قلت لي ان هي عندها كذا كذا كذا، بس تساليني هي عندها ايه؟ بس لو بعد ما مشيت اصلا بسال نفسي هي ليه ما ردتش عليا؟ لقيت اختي بتقول لي بكل غباء انت غبيه، انت دخلتي قلت لها هي عندها كذا كذا، تساليها تاني ليه اصلا؟
من اللي انا فاكراه حاليا يعني. تمام تمام يا هاجر، شكرا ليك يا هاجر. برضه السؤال الاولاني اللي اتسالته هاجر ده سؤال يغيظ فعلا يعني، وما تقدرش تفهم برضه ايه دماغ الشخص اللي بيساله، يعني انت عايز ايه يعني، او انت بتفكر فيه وانت بتساله، انت للدرجه دي الدماغ عاليه، للدرجه دي معلي يعني، حاجه من الحاجات الغريبه فعلا يعني. طيب خالد. خالد ايوه، مساء الخير يا استاذ تامر. مساء النور. المشاركة ليا مع حضرتك، وفعلا انا حاسس بفخر والله انا بتكلم اولا. ربنا يخليك، تسلم. الله يخليك يا رب. انا هقول لك حاجتين. انا سؤال سالته ويمكن ده من كترهم انا مش فاكرهم. يعني اللي هو احنا بنسال اسئله يعني ملهاش علاقه باي حاجه في وقت غبي جدا، وفي الاخر بنتكسف او بنتحرج احراج اللي هو يعني اللي هو انت ممكن تقعد بيه يوم كامل متنح. بالنسبه بقى لاغبى سؤال، يعني كان شفت بقى حد بيساله. حضرتك سامعني؟ سامعك تمام. فانا في قسم ميكانيكا في كليه هندسه، فاحنا عندنا تقريبا اي حاجه بنتكلم فيها الناس الدكتور فيها فهي غباء، يعني حرفيا اي حاجه. فمثلا يبقى الدكتور قاعد مثلا مش طايقنا وكده، وحد يقوم سأله سؤال يعني في اسم المحاضره في اخر المحاضره، عارفين احنا ممكن نبقى قاعدين مش فاهمين، بس ما حدش عارف يعمل كده. ففي مره عندنا كده دكتوره يعني تقيله شويه، سترونج قوي يعني، فهي قاعده تهزق فينا من اول المحاضره من اول المحاضره من اول المحاضره. فقام واحد قام رايح في اخر المحاضره كده سالها بيقول لها احنا هنخلص امتى؟ ميعاد المحاضره خلص. الدكتوره حرفيا بعدها طبعا متعب فيها من الضحك، والدكتوره بعدها عملت لنا كويز، عملت لنا امتحان، لا كان امتحان ميد ترم حرفيا، يعني ما جابتش حد يراقب علينا عشان نعرف نغش، فلما غشينا سقطتنا. فكان يعني كان شابوه على الغباء هو بجد، يعني كان الدكتور مش طايقانا فهو ما كانش طايقها، فضيع دفعه والله. والله بص، هو موضوع برضو الدفعات يعني، شفت ما اعرفش انت سمعت الدكتوره ساره معانا ولا لا، وسمعت صديقنا احمد ولا لا، فكلهم كانوا بيتكلموا برضو عن مواقف مع دكاتره. انا عايز اقول على حاجه بس هو كان احمد بس مش واخد باله. البنوته اللي بتعيط دي انسه ليلى، وبنت احمد صديقنا احمد. ما يكونش ممكن يسمع دلوقتي، هيفاجئ دلوقتي باللي احنا بنقوله، هو مش واخد باله ان المايك مفتوح. فدي انسه ليلى، واحنا بنرحب معاها اول مره تشترك معانا في السبيس. يا دي الفضايح. انا لا اهلا بيها طبعا. طبعا انا سايب التليفون اساسا وقمت. اصل انا قعدت اقول اتصال جميلين برضه، انا ما عنديش اطفال في البيت وكده، بس تمام. الفكره احنا يمكن بس في حوار الدكاتره تستمر، احنا لما يبقى دكتوره وفي قسم ميكانيكا فدي دكتوره يعني حاجه تانية كده لوحدها، اللي هو انت ما تبقاش عارف هي ست اصلا ولا راجل من كتر ما هي بتبقى شديده، او تبقى احنا قسم ميكانيكا صعب جدا عندنا، ففكره دكتوره ست في الموضوع صعب يعني الحمد لله احنا بنشوف غباء، وجوه الغباء اللي احنا فيه، فيعني ربنا صبرنا والله. يا رب يا رب. خالد انت جامعه ايه؟ ما بلاش كده نروح في داهيه. انت اتخرجت خلاص صح؟ لا لسه طالب. لا في مشكله. طب يعني ممكن تقول لنا جامعه ايه واحنا هنستنتج؟ لا لا حضرتك ممكن تخش بقى تعرف بنفسك، ان انا اقول ده انا كده هنروح في داهيه فعلا. طيب ماشي، عموما يعني ربنا يعني ينجيك ويطلعك على خير. بجد يا رب. بس انا اول ما قلت الحكايه بتاعتك دي يعني جه في بالي اسم معين، فده اللي خلاني بسال. هو تقريبا حضرتك وصلت. اول حرف نون. لا الحمد لله، لا الحمد لله حضرتك ما وصلتش بقى. طب خلاص مش مشكله، خلاص بس هو اهم حاجه ما تبقاش الست دي يعني، عشان تصعب عليا قوي. والله بص احنا مش عارف، احنا الواحد بيبقى مش عارف يعني يشكي ولا يبكي ولا يعمل ايه يعني كل حاجه بتصعب، يعني صعبين على نفسنا كل حاجه حرفيا يعني، بس الحمد لله. يعني هو تدريب على
يعني بعد كده هتبقى في حاجات اسهل، يعني هتلاقي الحاجات اللي بتنرفز الناس بتبقى اسهل عليك، فيعني معلش بالظبط. يعني يعني انا فعلا انا ببقى مثلا قاعد مثلا بين اصحابي وبتاع وبيتكلموا في حاجه واتنين بيتخانقوا جدا ومتضايقين قوي، انا بقعد اقول لهم يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني تعالوا شوفوا الدكاتره بيعملوا فينا ايه وبعدين نتكلموا. يعني اللي هو بحس بقيت اشوف الدنيا هينه قوي قصاد اي حاجه احنا بتحصل فينا في هندسه والله. ربنا يقويك، ويعني ان شاء الله يعني زي ما كان الناس بتقول يعني البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، التربلنس ده هينفعك في بعدين. مشكله احنا ممكن نطلع بحاره جامدين وممكن نغرق فيا رب نطلع. لا هتطلعوا ان شاء الله، هتطلعوا ان شاء الله. يا رب يا رب والله. شكرا استاذ احمد والله. توفيق يا رب. الله يخليك. شكرا يا خالد. شكرا ليك يا خالد. طيب بلال. بلال افتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم، عامل ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اتفضل. اسمع بس، هو الموضوع يعني ما كانش سؤال غبي، هو نتيجة السؤال اللي كانت أغبى يعني. كنا في محاضرة المفروض إن الدكتور بيشرح سوري، فبداية المحاضرة الدكتور عشان يسهل الموضوع بتاع أنا ما أعرفش يعني إيه الفكرة في كلية هندسة، يعني ليه دايما مع هندسة أنتوا الأسئلة الغبية يعني. الدكتور بيلخص الأول في الموضوع، بيقول لك إن أي حاجة بتتمسك نقدر نحسب لها كتلة وحجم، واي حاجه بتتمسك مش هنقدر نحسب لها حجم بس مش هنقدر نحسب لها كتله. وابتدى يدخل في المحاضره بقى، في اخر المحاضره فهو سالني يعني كتب مساله على البورد وبتاع، فانا بحل المساله غلط مره واثنين وثلاثه واربعه يعني. ففي الاخر بيقول لي يا ابني انت ازاي بتحسب انت عندك حاسب كتله وحجم الهواء؟ قلت له عادي يا دكتور، يعني الاستاذ الدكتور عبد الحليم حافظ قال ماسك الهواء بايديا. لا استاذ الدكتور هيقول لك ده فني قسم ده يا ابني، على قسم مدني. ده قسم ايه ده؟ لا هو كان هيقول لك كده، يقول لك عبد الحليم حافظ، الدكتور عبد الحليم حافظ ده فني قسم يا لا ابني. للاسف هو قال لي تعالى لي بعد المحاضره وانا هقول لك ازاي مسكه. رد بره الصندوق الحقيقه. رد بره الصندوق من دكتور ابن بلد. انا مش عايز اقول لك كميه الاعتذارات بقى وكميه، يعني الحمد لله اللي ربنا خلص هندسه دي على خير يعني. وانت كمان رايح كمان تقف قدام دكتور في هندسه. والله هي مش الفكره في كليه هندسه يعني. انت ايه اللي كان في دماغك لما قلت له الجمله دي يعني؟ والله هو رد فعل تلقائي خالص يعني، هو عارف انت فتره الشباب بقى ده انت لو محضره مش والله ابدا مش هترمي الفيزياء طلع كده. وبعدين هندسه دي عملت فينا كتير يعني. انت حضرتك لو عارف انا بكلمك منين، انا بكلمك من حلايب اقصى جنوب مصر. حلايب دي اخر حاجه في مصر من ناحيه الجنوب يعني. ايوه عارفها طبعا. فهندسه عملت فينا كتير يعني، والله اعلم اللي جاي ايه يعني. تمام يا بلال. شكرا ليك يا بلال. الرد اللي انت رديته على الاستاذ ده رد صح؟ رد عبقري. ماشي شكرا ليك. هند. دكتوره ساره، قبل بس ما اخد هند، شايفه يا دكتوره ساره شايفه ردود الطلبه على يعني انت لما كان الدكتور بتاع سامعانا دكتوره ساره معايا؟ دكتوره ساره معاك لو طالب رد عليك الرد اللي رده بلال على الاستاذ ده وقال لك الدكتور عبد الحليم حافظ قال لي ان مسك الهوا دي، هتقولي له ايه؟ هنغني احنا الاثنين عادي على فكره. لا والله الله يكون في عونهم. هندسه دي يعني هي ما اسمهاش اصعب كليه في مصر من فراغ. ربنا يعينهم ويعين كل الناس اللي في الكليات العمليه كمان، لان هي فعلا يعني مجال دراسه مش سهل، والهندسه رخمه يعني كمجال دراسه صعب جدا. وللاسف الشديد يعني احنا في العلوم الانسانيه بنبقى فاهمين كويس قوي ان المجال بيبهت، مجال الدراسه او مجال الشغل بيبهت على الشخص. فالاطباء
خصوصا الجراحين مع الوقت هتلاقي دايما كلامهم جامد كده، ما بيعرفوش يجملوا الكلام ولا يراعوا المشاعر والظرف الانساني احيانا. المهندسين شرحوا هتلاقي كل كلامهم طخ 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 غصب عنهم. فهو يا عيني بيكلم دكتور وهو في مدني، يعني الناس دي ما تتعاملش غير مع خرسانه وعمال ومواقع. ما فيش، الموضوع مش هيعدي بسلاسه كده. لا احنا ممكن نغني عادي يعني لو عندنا في السكشن هيغني عادي. خلاص خلصنا نصلح بقى اللي احنا عملناه ده والنبي بس كده. تمام يا دكتوره ساره. لا كان الله في عونه. وبعدين ده راجل قاعد في حلايب يا راجل ده قلب عليه المواجع كمان.